جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل منانا ما بين الأنام، لنحيا جميعا في ظل الوئام، لنحيا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الأمسية الثقافية والسهرة الدعوية والمناظرة العقائدية مع الشماس السابق الأستاذ إسلام الفيومي وسعادة القس رضا المبشر. أرحب بإخواني وأخواتي متابعي قناة كلمة سواء، أهلا وسهلا بالجميع، وأسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يوفق كلا المتناظرين لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إليه أخذ الكرام عليه. باسمي وباسمكم أرحب بالمتناظرين الكريمين الأستاذ إسلام وسعادة القس رضا. أهلا وسهلا أستاذ إسلام، وأهلا وسهلا بسعادة القس. اهلا بحضرتك يا مولانا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين من العنوان، المناظرة اليوم بتتمحور حول قضية الصلب. هل حقا صلب المسيح عليه الصلاة والسلام؟ الطرف المسيحي سعادة القس رضا مثبت لهذه القضية ويؤكد عليها ويستدل لها من الكتاب المقدس أو حتى من القرآن إن شاء. فتعلمون أن المثبت مقدم على النافي. الأستاذ إسلام الطرف المسلم من الناحية الأخرى ينفي هذه القضية ويستدل على هذا النفي من الكتاب المقدس وكذلك من القرآن. بالتوفيق للجميع. هنبدأ إن شاء الله المناظرة كما تعودنا. 4 مداخلات ولا 5 مداخلات سعادة القس؟ 4 مداخلات. 4 مداخلات في 10 دقائق بإذن الله تبارك وتعالى. اتفضل يا أستاذ إسلام، عايز تقول إيه؟ لو حد طلب وقت زيادة مسموح له يا شيخ رضا ويقص رضا؟ نعم، معروف هذا من المناظرات السابقة. حتى قوانين المناظرة كان ساعة القسم بيتكلم إن إحنا نعرضها. إحنا خلاص عارفين إنه الالتزام بالموضوع، عدم الإساءة للمقدسات، عدم الشخصنة في المناظرة، الطرح في صلب الموضوع، يعني هذه التفاصيل احنا صرنا عارفينها، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. اتفضل سعادة القس، مداخلتك الأولى بإذن الله تبارك وتعالى. آمين. سلام شيخ رضا، وكمان الأستاذ سلام فيومي، الله يبارك الجميع، كمان المشاهدين. اليوم الموضوع كتير مهم، هو صلب السيد المسيح. طيب، بالنسبة لبلش هذا الموضوع، حابب بس شارك معاكم شوي هون لبلش بالمقدمة. طيب، كان لازم بلش من قبل بس مش مشكلة. أول شيء بدي بلش فيه إنه أحكي عن هيدا الموضوع. الصلب هو موضوع مهم إسلاميا ومسيحيا. إسلاميا ومسيحيا، يعني لو نحن فكرنا بهيدا الموضوع، هرجع أحط صورتي.
من جديد ما بيأثر. إذا نحن فكرنا بهذا الموضوع إسلاميا، هو بالقرآن موجود آية بتحكي عن إنه السيد المسيح بتقول إنه المسيح صلب، ونحن عندنا بالمسيحية العقيدة بتقول إنه العقيدة إنه كمان بتقول العقيدة إنه المسيح صلب. أما بالنسبة للإسلام بيقول إنه ما انصلب. فإذا أنا اليوم برهنت إنه المسيح صلب، بكون أكيد القرآن في بقلبه آية محكمة فيها خطأ، إنه بتكون نقطة. وكمان الأستاذ إسلام رح يبرهن العكس. فمشان هيك أنا رح بلش هلأ شارك لفرجي شو هي عقيدة الصلب بالنسبة للمسيحية. أوكي، فإذا عقيدة الصلب بالنسبة للمسيحية. أوكي، أول موضوع، ما هو الصليب بالنسبة للمسيحية؟ هو يمثل محبة الله، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. شو يعني محبة الله؟ المحبة الله هي سبب الصليب. واحد. طيب، قال المسيح أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص. شو معناتها إنه هو الباب؟ فهي الطريقة الوحيدة للخلاص عندنا نحن كمسيحيين نعتبرها بسيد المسيح. طيب، قال السيد المسيح بمتى 28:26 لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي لا يسفك من أجل كثيرين بمغفرة الخطايا. فسفك الدم، الولادة الجديدة، وكله هيدا بيجري من خلال هيدا التضحية. الإله تجسد، وموت المسيح على الصليب هو اللي بيشيل الخطايا. كلياتنا خاطئين وبدنا حل. شو الحل؟ بدنا دم يسوع تيجددنا لنقدر نخلص من الخطيئة. هاي المشكلة الأساسية. فإذا الصليب بالنسبة لنا هو الخلاص، مهم جدا. بقول كمان الكتاب المقدس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وطاع حتى الموت، موت الصليب. هيدي كمان الرسول بولس قال انه السيد الله تجسد ووضع نفسه، يعني صار انسان ومات كرمالنا على الصليب كرمال خلاصنا. فاذا قديش مهم الصليب بالنسبه للعقيده المسيحيه. هون بيحكي انه الخلاص بالصليب كمان. امين. طيب، قال لها يسوع، هيدا يوحنا 11:25 انا هو القيامه والحياه، من امن بي ولو مات فسيحيا. فاذا موت المسيح على الصليب، قبره 3 أيام، وقيامته هي الإنجيل، هي البشارة المهمة. فإذا هول الثلاثة، موت على الصليب، قبره، موته، يعني موت وقيامة، وهي كمان المعمودية يعني بترمز نفس الشيء لهذا الموضوع ذاته. فإذا لا ملخص على أول نقطة مسيحيا، شو بيعني الصليب لنا؟ واحد، يمثل الصليب محبة الله للبشرية. اثنين، دم الصليب يرفع الخطايا. أكيد إذا إنسان نادم، وهذا سر، ما في توبة بلا صليب يسوع، ما في توبة. يعني إذا إنسان جرب إنه يتوب بلا صليب يسوع ليس هناك توبة، لا تنفع التوبة. ثلاثة، يمكننا أن نقوم من الموت بواسطة كمان صليب المسيح وقيامته، لأنه هو قام بالأول فنحن نقوم. طيب، بنتقل للشيء الإسلامي. شو بقول الإسلام؟ هلا هون ظهر رسول الإسلام سنة 630 توفى، وقال هيك القرآن بيقول وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. طيب، شو بنفهم من هيدي الآية؟ هيدي آية صريحة، واضحة جدا، آية صريحة بتقول إنه شو بتقول؟ هقول لك شو بتقول. واحد، إنه عيسى لم يصلب. اثنين، صلب شخصا آخر. وثلاثة، المسيحيون واليهود شاهدوا صلب المسيح لأنه شبه لهم، فهم رأوا المسيح. يعني اليهود، انتبه، من هن الشهود؟ اليهود والمسيحيون والرومان أيضا، كله رأى المسيح مصلوب. هيك بقول، يعني أنا عمال بزيد هول، بس هو المسيحيون واليهود شاهدوا المسيح مصلوب، لأنه عيسى لم يصلب ولكن
ناس رأوا فشبه لهم فرأوا المسيح مصلوب. هلا أين هو من صلب؟ بالنسبة صلب شخص آخر. طيب هلا أنا الأسئلة للسيد إسلام 4 أسئلة هينين كتير، لأنه نحن تكلمنا أنه نحط نقاط قليلة، أنه ما نكتر أكثر من 5 نقاط بكل يعني وقت. أول سؤال، أين جثة المصلوب؟ أين جثة المصلوب؟ طيب لا أشرح هيدي النقطة أين جثة المصلوب، بس اشرحها شوي. في عندنا نحن شخص صلب ليس عيسى. عيسى لم يصلب وصلب شخص آخر. هذا الشخص الآخر بقي في الأرض لأنه عيسى صعد إلى السماء. هذا هو القول الإسلامي. وين جثة المصلوب؟ بدي أنا الدليل. نحن عم نفتش هل صلب المسيح أو لم يصلب المسيح، فأين جثة المصلوب؟ 1. 2، أريد القصة الإسلامية بالتفاصيل. لما نحن بنكون عم نحقق مع إنسان نسأله عن التفاصيل، يعني مثلا هوية المصلوب متى تغير شكله؟ اكتبهم هول أستاذ إسلام. متى تغير شكله؟ من هو هويته؟ كيف حدثت مثلا؟ بأي مكان؟ كل التفاصيل. من هو اللي حكمه؟ المحاكمة كيف جرت المحاكمة؟ تفاصيل المحاكمة. اللي كل التفاصيل اللي عندك إياها إسلاميا تفضل عندك. 3، أعطيني دليل تاريخي إنه هذا الشيء حصل. طب إحنا بدنا نصدق قول القرآن أو زعمه؟ بدنا أدلة. بدي أدلة. أنا عندي أدلة، بس تسألني عن أدلة بعطيك إياها. عندي أدلة كتير. عندي أدلة رومانية، عندي أدلة يهودية، وعندي أدلة مسيحية. أكيد خي المسيحيين مجروحة شهادتهم. عندي أدلة يهودية وعندي أدلة كمان رومانية. بس أعطيني أنت كمان أدلة تكون خارج القرآن. خارج القرآن. بعدين حسألك سؤال رابع، لماذا غير إله الإسلام اسم يسوع لعيسى؟ إنه ليش غير له اسمه؟ هيدا السؤال اللي أنا بحب إنه أفهمه. ليش تغير الاسم؟ ليش كان اسمه يسوع صار اسمه عيسى؟ شو صار؟ شو معناته عيسى؟ من وين اجى اسم عيسى؟ انه كان قبل اسمه عيسى، ليش صار اسمه يسوع؟ هذا الموضوع بيهمني للتحقيق، لانه اذا كان عيسى لم يصلب وانت عم تفتش ما بتعرف من هو المصلوب، انا بعرف من هو المصلوب. المصلوب هو يسوع مش عيسى. فانت برهن لي انه عيسى ويسوع هن نفس الاسم، نفس الموضوع، نفس الانسان اذا فيك. طيب بالنسبه لهيدا الموضوع كثير مهم بالنسبه للاسلام. هلا انا بقول شغله، انا لن استعمل القران وافسره على ذوقي ولن اطالب. جيد. ولن اطالب، شكرا، انا لن اطالب القران بعده يعني ايات صريحه. ايه صريحه وحده انا مصدق انه عيسى لم يصلب، مش انه مصدق يعني بس قبلتها خلص. وانا بطلب من الطرف الاخر انه بس يفسر الكتاب المقدس يفسره على ضوء التفاسير المسيحيه. يعني اذا بده يعطيني ايه انه المسيح لم يصلب بالكتاب المقدس، بده يعطي ايه تقول انه لا قتلوه ولا صلبوه بالكتاب المقدس. بدها تكون واضحه، مثل ما انا بدي اعطي كمان ايات واضحه لتاكيد هذا الشيء. وبطلب منه انه ما يفسر على ذوقه الكتاب المقدس. امين. بعطيك الوقت. شكرا ليك سعادة القس رضا، مشكور على المداخلة اللي انا كنت منتظر يعني ان حضرتك تثبت فيها قضية الصلب، مش تسأل فيها الأول. يعني أنت بدأت بالأسئلة، كان المفروض موافق يا شيخ عادل. تقدم حضرتك الإثباتات الأول، ده كان أهم. طب أسئلته تركت هو يسألني، تركت له يسألني هو. تمام. بس يسألني الإسلام القس رضا بيقول لك فين جثة المصلوب وهويته ما تتغير شكله والمحاكمة دليل تاريخي والدليل التاريخي. تمام. اولا يا سيد رضا، حضرتك انت راجل من ضمن اولا تحياتي لحضرتك، تحياتي للشيخ رضا وتحياتي للمتابعين. هتخلينا نخش في الموضوع على طول.
حضرتك يا شيخ رضا هسألك سؤال مباشر بكلمة انت حضرتك مؤمن بالارثوذكسية؟ ممكن بس ترفع الكاميرا شوية علشان تجيب وشك كله. ايوه ايوه كده بقول بقى. لحضرتك يا سيد رضا، انت مؤمن بالارثوذكسية كاملة؟ انا مؤمن انه الاخوه الارثوذكسيين هن اخوه بالايمان، وانا ما بحكم عليهم، ممتاز. بعتبرهم اخوه. نعم. طيب في حضرتك بس كتاب بس اسمه اكيد، بس يعني حسب، يعني ما بقى يعني انا بتعرف انت انه انا مسيحي وشو طائفتي وكل شيء، بس انا ما بعتبر حالي ابن طائفه، انا بعتبر حالي مسيحي. يلا ماشي يا خذ فندم، راحتك. مفيش مشاكل. اولا حضرتك بتقول لي هات لي دليل تاريخي على عدم ان هو في القاء الشبه على شخص اخر. اولا في السنكسار القبطي 27 طوبه كان في واحد اسمه سرابيون. سرابيون ده حضرتك كان قديس كان قديس عظيم. لما حبوا اليهود والرومان ان هم يقتلوه، فربنا غير شبهه الى شبه الوالي الارمانيوس، وتم صلب ارمانيوس مكان سرابيون ده. حضرتك بتقول لي متى تغير جسد او متى تغير الشبيه؟ انا اقول لحضرتك في اكتر. طب ممكن ميوت يا فندم معلش. في اكتر من طائفه منها الغنوصيه والباسديليه والمركونيه والبولوسيه وكذا نوع من، يعني اكتر من 20 طائفه. الطوائف دي كانت من القرن الاول، منهم الطائفه الغنوصيه، والطائفه الغنوصيه دي كانت ايمانها بعدم صلب المسيح. كان ايمانها بيقول ان المصلوب هو سمعان القيرواني. هذه هي ايمان الطوائف الغنوصيه. والطوائف الغنوصيه طائفه امتدت من القرن الاول الى القرن الخامس، وامتزجت من الفلسفه اليونانيه والفلسفه الرومانيه. وكانت لهم اراء بيقولوا ان سمعان القيرواني هو المصلوب. طب ايه الدليل ان سمعان القيرواني هو الدليل؟ قال لك لان السيد المسيح كانت له قوه غير هوليه، وكان قادر على تغيير هيئته. اثناء حادثه التجلي تغيرت هيئه السيد المسيح، واثناء ما اليهود حبوا يرفعوا حجاره ويرجموه كان يختفي ويصير من امامهم. استندت الغنوصيه على انجيل مرقس الاصحاح ال15 العدد من بدايه العدد 21 لما قال وسخروا له رجلا قيرواني آتيا من الحقل اسمه سمعان القيرواني أبو ألكسندر سوروفس ليحمل صليبه. وقال لك هنا أثناء السير من حمل الصليب إلى موضع الصلب، وطبعا كان الجو ليل، قال لك تغير جسد يسوع الشبحي إلى صورة سمعان القيرواني، وسمعان القيرواني أخذ صورة المسيح وصعدت كلمة الله إلى السماء. طب عايزين دليل أكتر من الغنوصية أو من الباسديلية. قال لك إن في مخطوط، قال لك إن من ضمن مخطوطات ناجي حمادي رسالة اسمها رسالة شيس الثانية، وجدوا فيها قولا على لسان المسيح قال: نعم لقد شاهدوا ضربي وشاهدوا تعذيبي، ولكن من وضعوا عليه إكليل الشوك هو سمعان القيرواني شبيه. حضرتك سألت سؤال تاني كيف حدث؟ أنا حضرتك لسه قايل متى تغير شكله، أعطيتك الكلام، أعطيني دليل تاريخي، أعطيتك اللي هو القديس سرابيون. سيد رضا، القرآن الكريم يحدد بدقة تامة موقف الإسلام من مسألة صلب المسيح باستخدام الآية القرآنية اللي حضرتك لسه قايلها، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. للأسف ما كملتش الآية، وأن الذين اختلفوا لفي شك. خلي بالك حضرتك من الكلام اللي جاي، وأن الذين اختلفوا لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. طب المسيح قال إيه للتلاميذ؟ أنا هربط الآية دي القرآنية بقول السيد المسيح قال إيه لتلاميذه؟ كلكم تشكون في هذه الليلة أن أدرب الراعي فتتبدد خراف الرعية. أستاذ رضا، هل يمكن أن يكون، يعني أنا عايز حضرتك، هل يمكن أن يكون توضيح
وتحديد نهاية شأن المسيح عليه السلام مع قومه أكثر من توضيح هذا التحديد أن اليهود والرومان لم يصلبوه كما تزعمون. والقرآن الكريم هو في صوت طالع يا شيخ رضا؟ مش لا الصوت كويس جدا، سامعينك كويس جدا. طيب أن اليهود والرومان لم يصلبوه كما تزعمون، والقرآن الكريم كان حاسم الدلالة في هذا الشأن كل الحسم. أنا بقول لك أنا كإسلام الفيوم والشيخ رضا والمتابعين جميعا، نحن معشر المسلمين مستعدون أن نقبل أن المسيح قد تم صلبه، ولكن لينا شرط واحد، هو ألا يكون في كتابكم المقدس بشأن ما تزعمون من موت المسيح وصلبه تناقضات خطيرة وحقيقة واهمة. يكون من حقنا نحن المسلمون أن نتمسك بما يقوله القرآن الكريم، وتستطيعون أنتم أن تختاروا ما يحلو لكم. إن كنتم تستطيعون أو أنك تستطيع ما تدعيه من صلب المسيح وموته، هات برهانك. والرب العزة يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لقد جئتم بما تزعمون، لقد جئتم بما تزعمون على صلب المسيح من كتاب العهد الجديد التي تتضمن مزاعمكم بشأن المسيح وصلبه. إذا لا يستطيع أن تقبل ببرهان زائف وبتناقض كتاب متناقض في أهم واقعة، ألا وهي واقعة الصلب. متى، مرقس، لوقا، يوحنا أساسا لم يكونوا شاهدا عيان. أولا بقول لحضرتك متى ومرقس ولوقا ويوحنا لم يكن شاهدا عيان. ولو حضرتك عندك دليل أن أحد من التلاميذ رأى واقعة الصلب، فبالتالي حضرتك بتكذب متى 26:56 ومرقس 14:50 اللي بيقول أن جميع التلاميذ وهربوا. سؤالي لحضرتك: من الذي كتب عن واقعة الصلب؟ وهل لوقا كان شاهد عيان؟ أنا في حاجة يا شيخ رضا؟ لا سامعينك كويس، في صوت بيجي أنا مش عارف. تقريبا الأستاذ رضا بيتكلم. لا لا لا. طيب هقول لحضرتك على موضوع. أولا لو كان في تضاد في المعنى أو تناقض في الموضوع كله أنا لا أقبله بشهادة الكتاب المقدس في سفر دانيال الإصحاح 13 من بداية العدد الأول إلى العدد 60. وطبعا حضرتك عارف قصة سوسنة زوجة يوياقيم مع الشيخين، 60 نص متتالي بيقول لك إن القصة دي حدثت في الحديقة لما كانت السيدة زوجة إن هي سوسنة كانت تستحم، متعودة إن هي تقفل الحديقة وتستحم داخل الحديقة. فالشيخان اللي كانوا بيترددوا على البيت حبوا إيه؟ إن هم يفعلوا معاها الفحشاء. فلما حكموا على سوسنة بالقتل فصرخت وقالت: يا الله، يعني أنت تعلم أن ليس بها هذه القضية. فكانت الناس اللي كانت مع سوسنة حكموا عليها بالموت فصرخت. فجاء دانيال ووقف وجاب الاثنين الشيخين. لما واحد قال له: أنا كنت تحت السنداية أو السنديانة، والتاني قال تحت الذروة، اختلفت الأقوال فرفض محاكمتها. شهادة واحدة أو موضوع واحد تم التناقض فيه فتم رفضه تماما، ما بالك أكثر من 12 اختلاف في واقعة الصلب. آخر دقيقة من متى، مرقس، لوقا، يوحنا. على حضرتك يا سيد رضا إنك تقول لي من هم الذي كتب عن واقعة الصلب، ومن هم الذي رأوا واقعة الصلب، وهل لوقا كان شاهد عيان على واقعة الصلب؟ ولو حضرتك عندك دليل أن أحد من التلاميذ عاين واقعة الصلب فبالتالي بتكذب الكتاب المقدس متى 26:56 ومرقس 14:50 لما قالوا أن الجميع تركوه وهربوا. وجزاكم الله خير. اتفضل يا أستاذ رضا. شكرا لك يا أستاذ إسلام، بشكرك على المداخلة. ودي المداخلة الثانية لسعادة القس. سعادة القس الأستاذ إسلام بيقول لك الدليل التاريخي وجود طوائف في القرون الأولى
عدها بعض العلماء ب 52 طائفة كانوا لا يؤمنوا بالصلب. بيقول لحضرتك انه مش ممكن ان احنا نآمن بقضية الصلب لانه الاناجيل متناقضة فيها. وضرب لك مثال من الكتاب المقدس بقصة سوسنة والشيخين، انه لما واحد قال انا كنت تحت شجرة كذا والتاني قال كنت تحت شجرة تانية، فردوا شهادة الاثنين لان هم اختلفوا فيها. كذلك التلاميذ اختلفت شهادتهم وهم اصلا لم يكونوا شهود عيان، لانه الكتاب المقدس قال تركه الجميع وهربوا. اتمنى سعادة القس انك تقدم لي ادله من الكتاب المقدس في هذه المداخله عشان يبقى طرحنا ايجابي، مش زي المره اللي فاتت. عايزين ادله ثبوتيه، ادله النفي بعد كده نتكلم فيها. اتفضل. طيب سلام. يعني الصراحه اول شيء عده نقط. لما انا طلبت من السيد اسلام، طلبت منه دليل تاريخي، اعطاني طوائف هراطقه، يعني ناس بيؤمنوا انه المسيح هو الله من الغنوصيين، وبيؤمنوا انه المسيح ما عنده جسد لانه الجسد هو شيء مش منيح. هذا منا دليل تاريخي. فاذا لحد هلا انت ما اعطيت دليل تاريخي. سالتك عن ليش غير اسم يسوع لعيسى، ما جاوبتني. طيب حكيت عن قصه شو اسمها سوسانا. هيدي انا ما هيدي يعني من الكتب اللي انا مش بكتابي انا، يعني خرجت من، وانت عارف انه انا بؤمن ب 66 كتاب، يعني ما بعرف شو قصدك فيها، انه ليش عم تعطيني من كتب انا ما بؤمن فيها. غريب. طيب قلت انه هلا انا بدي اجاوب قبل ما اعطي البراهين، ما تخاف رح اعطي البراهين. قلت انه دليل انه كثير حكيت. انا قلت لك انه بس تعطي لحد 5 نقاط لاقدر انا لحق. حكيت عن قصه الغنوصيه ونجح حمادي، فهول كلهم طوائف غنوصيه ما خصنا فيهم. طيب حكيت عن التناقضات بالانجيل، بدك تعطي براهين لتقول في تناقضات. طيب اللذة وين؟ انه اللي عم يزعم هو اله الاسلام بالقران الصلب، اللي ما عنده ولا اي برهان. انا طلبت منك لك براهين وقال لك تقول لي القصه بحذافيرها، قل لي شو القصه ومين هو المصلوب وشو صار. فانت ما يا سعاده انا حفوت يا سعاده القس، انا اسف للمقاطعه، بس انتوا الاثنين طرحكم السلبي في المداخله الاولى ما ينفع. احنا الان بندلل على صلب المسيح. حضرتك اطرح الادله الاول، بعد كده هو يناقشك فيها وانت تقول له بعد كده. يعني الصح ان حضرتك تقدم لي الادله وهو يرد عليها ويجيب ادلته. فحضرتك الى الان ما قدمتش الادله وما دخلتش طيب ادله لا لانه عشان ما يروحش مننا. نعم على راسي، بس وقف لي الوقت اذا بدك. انا لا، لانه هو طرح بدي جاوب اللي قاله. ايش بدي اعمل؟ اذا ما جاوبت تكون مش عم جاوب، بس خلص اوكي مش مشكله، بطرح ادله. طيب ادله من الكتاب المقدس بلوكاس 24:46. قال لهم هكذا هو مكتوب. يعني هيدا اول نقطه انا عم بعطي باسم الرب يسوع، عم بعطي دليل عن تنبؤ المسيح بصلبه. يعني قال قبل انه هو بده ينصلب عشان ما يكون في شك، آية محكمة. قال لهم السيد المسيح وهكذا هو مكتوب وهكذا كان أن ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث. هي بلوكا 24:46. 2 بمتى 26:26 قال السيد المسيح وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. طيب خليني بس أرجع لأول. فإذن وهون عم بقول لهم فقال وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان، هيدي بمرقس 8:31، ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد 3 أيام يقوم. هنا عم يحكي أنه ويقتل ابن الإنسان. فأجاب الملاك للمرأتين لا تخافا أنتما فإني أعلم أنكم تطلبان يسوع المصلوب. هلا هون بدي أسأل سؤال مباشرة للسيد
للسيد انا بدي اسالك سؤال. مين هو عن مين يتكلم هون بهيدي الايه؟ اذا فيك تساعدني استاذ سلام، بمين عم يتكلم هون بالايه؟ رح احط الايه من جديد. اجاب الملاك للمرأتين: لا تخافا انتما فاني اعلم انكما تطلبان يسوع المصلوب. شو بتفهم من هالايه سيد اسلام؟ ان يسوع اتصلب. امين. فاذا شكرا كثير لك وعلى هذا. فاذا في بالكتاب المقدس ايات صريحه انه المسيح انصلب. طيب وحده ثانيه قويه من بعد، شكرا استاذ سلام، من بعد ما انصلب المسيح وقام، قال لتوما: هات اصبعك الى هنا وابصر يداي وهات يدك وضعها في جنبي، لا تكن غير مؤمن بل مؤمن. يعني هون بعد الصلب استاذ اسلام، هاي الايه شو بتقول هاي بعد الصلب؟ من وجهة نظر انا شو بتقول الايه؟ آية ملهاش أي لازمة وآية مخالفة للقيامة. بس هون شو بيقول؟ ليش وين حط اصبعه توما؟ حتى أصبعه المفروض حضرتك بعد قيامة المسيح بتكون أجسام ممجدة ليس فيها عظم ولا روح. بس هو قام بجسد المسيح لا. قام بجسد واكل. لا. شو بدي بالمفروض؟ انا دي هنتكلم فيها إن شاء الله. ما يتفضل. انا عم بسالك سؤال، وين حط اصبعه؟ توما حط اصبعه في جنب المسيح عشان يشوف الحربه، مكان الحربه. امين. وين حط اصبعه كمان؟ بيده ويده ورجليه. امين. طيب شكرا لك. خلص. فاذا هيدا هون دليل من الكتاب المقدس قاطع، دليل قاطع وايات محكمات لا تحتمل التاويل ولا الظن ان السيد المسيح في الكتاب المقدس قد صلب. اوكي، هذه ايات واضحه. طيب انا حاعطيكم بعد شغلات شهود. قال السيد اسلام قال السيد اسلام انه المسيح ما كان في حد شهود لانه الكل بعدوا عنه وقال حينتقد الايه. انا بحب هاي الايه تفرجيها انت لنشرحها، هاي الايه اللي انت قلت عنها. اذا بدك كمان بفتحها انا بعد شوي. مين هن كانوا الشهود؟ من كانوا الشهود؟ عم تسمعني؟ لا سمع. طيب. وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد وهن كنا قد تبعنا يسوع من الجليل يخدمنهم. فاذا بمتى هم وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، هو كلهم شهود. اوكي، غير اليهود وغير الرومان، وبينهم مريم المجدليه ومريم ام يعقوب ويوسي وام بني زبدي. ثم قال للتلميذ الذي يحبه: هوذا امك. ومن تلك الساعه اخذها التلميذ الى خاصته. فاذا هون شو من كان امام يا سيد اسلام؟ بدي اسالك سؤال، من كان امام الصليب؟ ما فيش حد. هون حسب الايه شو بيقول؟ حسب الايه مريم العذراء ويوحنا الحبيب. امين. طيب فاذا هون شكرا لك عشانك شريف وبتحكي الحق. فاذا هاي ايه كمان بتقول انه بتقول هاي الايه بشكل صريح انه اللي كان قدام الصليب هو مريم العذراء ويوحنا. فاذا في تلميذ. هلا بالنسبه للايه لما قال انه الجميع سوف يتركونني، ما حدا ما راح معه، يعني انصلب معه. فهن اجوا من بعيد وقربوا عليه. فما معنى يعني شو معناتها؟ رح ارجع اشرحها من جديد. لما هو قال انه الكل سوف يتركني، شو معناتها؟ انه هن رح يبعدوا عنه بس وما حيكونوا معه. يعني ما اجوا هن قالوا نحن كمان مسيحيين واجوا خافوا من المحكمه، لانه السيد المسيح انحكم وكانوا هن تلاميذ. بعد الصلب صار عندهم هن جراءه، لانه صار عندهم العماد بالنار وبالروح القدس. بس قبل هيدا ما كان عندهم هيدا العماد، فكانوا بعضهم تلاميذ، ما كانوا رسل، تلاميذ. بما انهم كانوا تلاميذ وبعضهم عم يتعلموا مين هو المسيح، بعدين بقيامته فرجوهم مين هو السيد المسيح. فكان في يوحنا تلميذ. فاذا في شهود عيان. وبعدين طيب مين هن اللي الشهود العيان؟
للي كتبوا الاناجيل. لوقا هو مؤرخ، هيدا مؤرخ. وبعدين هلا بقرا لك النص، ما عادش معي وقت. 2 يوحنا اللي هو تلميذ المسيح، حواري من حواري المسيح، ومتى من حواري المسيح، ومرقس اللي هو تلميذ لبطرس. مرقس هو تلميذ بطرس. فمش ضروري الكل يكونوا يصدقوا المعلومات، يعني يكونوا هن شهود عيان، بس هن كمان اخذوا من الكنيسه واخذوا من شهود من الاصل، اخذوا المعلومات. من هن الاصل؟ التلاميذ. امين. هلا انا بسالك سؤال، بما انك انت طعنت بالتلاميذ، انا بدي اسالك سؤال، بدي اياك تثبت انه رسول الاسلام هو الرسول اللي كتب هيدي الايه، انه هو رسول. اعطيني اثبات انه هو الرسول بلا ما تستخدم العهد القديم. امين. او الكتاب المقدس. كيف انا بالوقت؟ الو. ايوه سعاده القس، اخر دقيقه دي حضرتك. طيب اوكي، شكرا لك. فاذا بما انك انت طعنت بالكتاب المقدس وطعنت بالرسل انه هن شهود عيان، انا كمان بدي اسالك انه رسول الاسلام كيف عرف؟ هو شاهد بعيد عن يعني ما شافش حاجه، لانه هو بعيد عن هو ما كان بفلسطين، 1 و2 هو بعيد عن الحدث. كيف نستطيع ان نثق بالذي قاله وما في عندك دليل؟ انت انا بسالك بقول لك اعطيني دليل تاريخي، بتقول لي بتاخذ من الهرطقات الغنوصيه. يعني هيدي انت عندك الدليل التاريخي، الهرطقات المهرطقين هن دليلك التاريخي. فاذا الدليل التاريخي من هو انسان محايد غير ديني كتب عن هذا الموضوع، هذا دليل تاريخي. اما الانسان اللي المهرطق انت عم تاخذ منه دليل بتقول عنه انه هذا هو الدليل التاريخي، فهيدي مغالطه. انا عم بطلب منك ادله تاريخيه، هل حيق لك الادله التاريخيه لفرجيك كيف بتكون الادله التاريخيه مع تفاصيلها اذا انت طلبت مني. واهلا وسهلا فيك. شو بعد طلبت مني شيء؟ شكرا ليك سعاده القس. طيب. حضرتك اخذت 30 ثانيه زياده تقريبا يعني. شكرا. اخد دقيقتين. استاذ اسلام، سعاده القس بيقول لك الدليل اللي بيقدمه من الكتاب المقدس، النص اللي موجود تقريبا في الاناجيل الايزائيه ال3، انه ابن الانسان ينبغي ان يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه ويصلبونه، يعني على النحو اللي طرحه. وبرضه بيقول لك الدليل التاريخي، يعني هو المفروض الدليل التاريخي سعاده القس للمثبت. حضرتك صح، المفروض انت اللي تقدم دليل تاريخي لان انت اللي بتثبت. اللي بينفي لا يطالب بدليل، يعني المثبت هو اللي بيطالب بدليل تاريخي. حضرتك اللي تقدم لنا دليل تاريخي على الصلب، مش انا اللي اقدم دليل تاريخي على عدم الصلب. لكن برضه كمان بيسوى، احنا مختلفين على الموضوع، انا اقدم دليل تاريخي وهو يقدم دليل تاريخي. تمام احنا تمام مختلفين عليها. تمام. اتفضل يا استاذ اسلام. تمام. الراجل بيقول يا شيخ رضا، يعني هو احترامه زياده عن، يعني انا ارفع له قبعه لاحترامه عن اي ناس احنا ناقشناها قبل كده. حضرتك يا استاذ رضا اول حاجه تقولها هكذا هو مكتوب، هكذا المسيح يتألم. مكتوب في العهد القديم. استاذن سيادتك ما عليك بعد لما تكتب كده تقول لي حضرتك مكتوب فين؟ مكتوب فين في العهد القديم يجب على المسيح ان يتألم؟ السؤال الثاني او الحاجه الثانيه اللي حضرتك بتقول هات اصابعك الى هنا وجبت لي موضوع تهمه، وهنتكلم حضرتك دلوقتي في النقطه دي على قيامه الاجساد. اولا حضرتك بولس الرسول قال مقوله مهمه جدا في رسالته الى اهل كورنثوس الاولى 14 او 15-14، بيقول ان لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل ايضا ايماننا. طب هنشوف حضرتك فعلا ان المسيح قام ولا ما قامش، او مات ولا ما ماتش. طيب لعل بولس الرسول يا سيد رضا، وانا طبعا لا يعني بولس طبعا انا هتكلم معاك هقول بولس الرسول.
بولس الرسول في قوله يؤكد لنا أهمية الادعاء بموت المسيح على الصليب من عدمه. إن لم تكن القيامة صحيحة ما تزعلش مني، تنهار المسيحية. والأستاذ رضا حضرتك توافقني الرأي، لو أن المسيح لم يقم من الأموات توافقني الرأي أن تنهار المسيحية. وهنا نحن المسلمين سؤال مهم جدا على لسان بولس، كيف يقوم شخص من الأموات يا سيد رضا؟ وبأي جسم؟ لقد أجاب بولس الرسول على هذا السؤال في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس 15:43: يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني، هذا الذي قاله بولس. قال المسيح عندما وكمان المسيح قال نفس الكلام لما سألوه اليهود والصديقيين، لما قالوا له يا معلم كتب لنا موسى أن مات أحد أخ له وله امرأة. طبعا أنت عارف القصة، وله 7 إخوة، واحد دخل عليها ومات والتاني دخل عليها ومات، لمن تكون زوجته في القيامة. المسيح قال أبناء هذا الدهر يزوجون ويتزوجون، أما في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون. طيب بولس قال أن قيامة الأجساد تكون جسد ممجد خلاص، ما فيهوش لحم ولا عظم، وهذا كلام قالوا لوقا البشير، الروح لا يوجد بها عظم ولا لحم. طيب حضرتك لما دخل السيد المسيح العليقة على التلاميذ، ولما التلاميذ ارتابوا منه وخافوا ظنوا انهم وجدوا شبحا او روحا، فقال لهم ما لكم مضطربين، ما لكم مضطربين. يعني بعد كده قال لهم جسوني جسوه، وبعد كده اكل سمك مشوي وشهد عسل. طيب يا سيد رضا، هل الاجسام الممجده، والمسيح قال ان قيامه الاجساد بتكون ممجده، هل الاجسام الممجده تاكل وتشرب ويكون بها مسامير يا سيد رضا؟ طبعا بالتالي لا. سيد المسيح على حسب برضو على منطق كلام حضرتك، السيد المسيح بيقول لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه من هو كتب عني. هذا الكلام السيد المسيح على عيني وعلى راسي. أستاذن معاليك كتب موسى 5 كتب من التكوين للتثنية، تقدر تطلع لي من التكوين للتثنية أين تكلم موسى عن صلب السيد المسيح؟ ودي نقطة مهمة أتمنى حضرتك إنك تجاوب عليها. هل كتب موسى عن صلب المسيح وقيامة المسيح؟ لأن المسيح قال لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني. طيب يا سيد رضا، متهيألي كده أنت حضرتك بتقول هوذا أمك، وقال ليوحنا هوذا ابنك، وهكذا. طبعا هذا الكلام مخالف لمتى ومرقس، لأن متى ومرقس بيقول أن أحد لم يعاين حادثة الصلب، بدليل أن التلميذ اللي كان مؤتذر بمئزار اليهود حبوا يقبضوا عليه فترك المئزار وهرب. يعني إذا ما فيش أحد كان يقدر يكون عند الصليب. لو كان أحد موجود عند الصليب لكانت الرومان قبضت عليه وقتلته. طيب سيد رضا، المسيح قال لكي يتم ما قيل عني في الأنبياء والناموس والمزامير. أنا هثبت لحضرتك إن المزامير تنبأت على نجاة السيد المسيح، وفي المداخلة إن شاء الله اللي بعد كده هبين لك الاختلافات الكتب ال4 في أهم واقعة ألا وهي واقعة الصلب في المداخلة اللي جاية. السيد المسيح قال لكي يتم ما قيل عني في الأنبياء والناموس والمزامير. أنا بسأل حضرتك، المزامير كلها تنبأت على نجاة السيد المسيح، ولو الشيخ رضا، وأنا هجيب لك مزامير مسيانية فقط بتتكلم على المسيح بناء على التفاسير المسيحية، ولو حضرتك طلبت مني التفاسير أنا هجيبها لحضرتك موجودة. شيخ رضا يطلع لنا المزمور 20 من أول ليستجيب لك الرب في وقت الضيق وفي عونه وفي قدسه إلى قوله أن الرب مخلص مسيحه. طيب يرى، بيقول لك هنا يرى عدد من آباء اليهود أن هذا المزمور خاص بالمسيح، ويرى عدد من آباء الكنيسة أثناسيوس وأغسطينوس
أن هذا المزمور خاص بالمسيح. ده مزمور من ضمن المزامير، المزمور 20. أنا أتمنى أن الشيخ رضا يكون معايا عشان أنا مش شايف من نظارة. ليستجيب لك الرب في وقت الضيق، ليرفع اسم إله يعقوب، ليرسل لك عونه قدسه من صهيون ليعضدك، وليذكر كل تقدماتك ويستثمن محروقاتك سلاه، ليعطيك الرب كل سؤلك. والآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه، مش قاتل مسيحه ولا هالك مسيحه ولا صالب مسيحه. الحاجة الثانية يا سيد رضا، المسيح قال يعني مقولة ممتازة جدا، وأنا بحبها جدا. قال: أنا أعلم أن الآب معي في كل حين، لأنه معي في كل حين لأني أفعل ما يرضيه. الكلام ده في يوحنا 17. طيب، ماذا كانت صلاة السيد المسيح في بستان جثيماني لما حضرتك جبت لي نصوص أن المسيح يجب أن يتألم ويصلب؟ طب لو المسيح نازل ان هو هيتألم ويصلب، صلاته في بستان جثيماني لما خر على الارض وصلى وقال: يا ابا الاب ان تعبر عني هذه الكأس، لا تكن لا ارادتي بل ارادتك. سيد المسيح كان في جهاد، كان يصلي لدرجة ان انجيل لوقا قال لك ان كانت قطراته تسير دما. كان يجاهد في الصلاة ان تعبر عنه هذه الكأس. طيب، هل الآب سمع لمناجاة الابن في بستان جثيماني يا سيد رضا؟ أقول لك لو حضرتك رحنا للعبرانيين 5:7 بيقول: الذي كان في أيام جسده، وما تقوليش ماشي، الذي كان في أيام جسده إذا سمع بصراخ شديد ودموع وتطلبات وتضرعات للقادر أن يخلصهم من الموت، فسمع له من أجل تقواه. إذا يا سيد رضا، إن الآب سمع لمناجاة الابن في بستان جثيماني وخلصه من عملية الصلب. أستاذن حضرتك يا شيخ رضا تجهز لي المزمور 91. طبعا حضرتك تعرف الموعظة على الجبل يا دقيقة يا أستاذ إسلام. طب بس أسمحك تديني دقيقة أو دقيقتين زيادة، معلش نديهم للأستاذ رضا. في التجربة على الجبل يا سيد رضا، لما إبليس قال للمسيح، قال له: إذا كنت ابن الله فارمي نفسك من هنا، لأنه مكتوب ألا تصطدم بحجر رجلك، الملائكة يرفعوك لألا تصطدم بحجر رجلك. إبليس عرف إن هو مكتوب في المزمور 91 من بداية العدد السادس إلى العدد 14، وأتمنى الشيخ رضا يطلعه على الشاشة. أو أنا ممكن أكون مكاتبه. ممكن النص قدامك على الشاشة يا أستاذ إسلام. لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك. افتح المايك يا أستاذ إسلام، افتح المايك. على الأسد والصل تتأ الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي. تعلق بي. أنجيه أرفعه، أنجيه أرفعه، لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده وأوريه خلاصي. يبقى بالله عليك يا أستاذ رضا، المسيح تم نجاته ولا تم صلبه؟ طيب، أنا عايز بقى حضرتك، أنت بتقول لي في دليل تاريخي على أو تاريخ روماني أو تاريخ يهودي على صلب المسيح. أستاذنك تطلعه وأنا إن شاء الله بإذن الله هرد لك عليه. وتحياتي لحضرتك. اتفضل يا أستاذ رضا. طب شكرا ليك يا أستاذ إسلام. حضرتك كده أخدت دقيقة و20 ثانية، قول دقيقة ونص إن شاء الله نديها لسعادة القصة. سعادة القصة الأستاذ إسلام بيقول لك بلغة المرافعات قدام القضاء، دليل الإثبات هو نفسه دليل النفي. إنه اللي قال لتوما جسني وحط إيدك مكان المسامير، معناه إنه قايم بجسد بشري في عيوب
وهذا يتنافى مع ما أثبته بولس في الكتاب المقدس من إنه القيامة بتكون لأجساد ممجدة، وكونه أكل ده دليل برضه يثبت إنه ده جسد بشري عادي. يبقى احنا مش عارفين مين اللي قام ده. بيقول لك أين تكلم موسى عن المسيح وعن صلب المسيح؟ بيذكر لحضرتك المزامير، مزمور 20 عرفت أن الرب مخلصا مسيحه يستجيب من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه إلى الموت لم يسلمني أنجيه وأرفعه. كل دي أدلة بيقدمها على أنه المزامير والعهد القديم تنبأوا بنجاة المسيح. وبرضه بيقول لك الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له. ثم بيقول لك انت بتقول ان عندك دليل تاريخي انه في حد اتصلب واتكتب عنه في التاريخ، يا ريت تقدمه للمتابعين. اتفضل مع حضرتك 11 دقيقة ونص. طبعا شكرا كثير، بس انا كثير مبسوط على المداخله للسيد. طيب اول شيء برجع بذكره بالاسئله اللي انا سالتها باول مناظره عشان ما ينسى. أين جثة المصلوب؟ إذا كان في إنسان مصلوب حسب زعم القرآن، أين هي جثته؟ وين قبره وجثته؟ وين الدليل؟ اثنين، ما سردت القصة الإسلامية لصلب المسيح. ثلاثة، ما أعطيتني أدلة تاريخية، أعطيتني هرطقات لا حدا بيتكل عليها، يعني مش هيدي مني أدلة تاريخية. هلا رح أعطيك أدلة تاريخية لك. وأربعة، ما قلت لي ليش غير إله الإسلام اسم يسوع لعيسى. طيب هلا انا بلش من عندي بالدليل التاريخي. اول شيء عندي تاسيتوس المؤرخ الروماني. هذا روماني، يعني هو كان خلق 656 ل 120، يعني بالقرن الاول تقريبا. ولد سنه 55 وهو حكى عن هذا الموضوع. بدك التفاصيل بقول لك وين بكتابه تاسيتوس انالز الجزء ال15 صفحه 44. طيب واحد غيره كمان غير مؤرخ روماني، لانه قلت لك انا اللي شهدوا الصلب هن الرومان، اليهود والمسيحيين. بس انتبه، الرومان واليهود اللي ما قبلوا السيد المسيح ما كان بدهم يأرخوا، والسبب انه كانوا بدهم يوقفوها للمسيحيه، فما بيهمهم كانوا يكتبوا التفاصيل. بس في بعض الشذرات كتب عن الصلب، مثل مثلا لارن المؤرخ الروماني مثلا بقول ان المسيح، هيدا مؤرخ روماني منه هو شغلته مؤرخ، شغلته يعني بيكتب تاريخ، بيجيب وبيكتب تاريخ. قال ان المسيح منشئ المسيحيين حكم عليه بالموت. اوكي، يعني في ملك طيباريوس والوالي بيلاطس البنطي. فهذه الخرافه المهلكه، عم يحكي عن المسيحيه لانه عدو للمسيحيه، بعد ان انطفأت مده عادت فهاجمت. هيدي بقول لك كمان اذا بدك من وين جبتها بالضبط. فهذا لارنر المؤرخ الروماني. التلمود كمان كتب، جاء في طبعه التلمود في امستردام 1640 بالصفحه 43. وفي ليله الفصح علقوا يسوع الناصري وصار لمده 40 يوما يعلن كل يوم انه سيرجم لانه مارس السحر وضلل اسرائيل. فهن بيحكوا هون ودعا كل من يعرف دفاعا على ان يهب للدفاع. هذا بالتلمود. ولكنهم لم يجدوا من يدافع عنه فعلقوه ليموت ليله عيد الفصح. اوكي، في عندك بعدين المسيحيين مثل اغناطيوس الانطاكي وكليمندس الروماني وكل هول وبوليكاربوس وبعدين عندك مثلا حاكم روماني بليني الاصغر كمان، وعندك يوستين الشهير. بليني الاصغر هو حاكم روماني، يعني الى اخره. بظن انه بكفي، يعني اذا بتطلب مني بعض التفاصيل بقول لك وين وكيف. وبعد في كثير كمان في عندك واحد يوناني عشان تنبسط. هذا كمان اسمه لوسيان اليوناني. هيدا ب100 ولد سنه 100 يعني بالقرن الاول، وكان من مذهب الابوكوريون. هذا بدك بلي لانه بس هيدا يوناني كمان كتب عن صلب المسيح. بعدين عندك كلوسوس، هيدا كان فيلسوف كمان هاجم العقيده المسيحيه، وكمان حكي عن صلب المسيح وموته ودفنه وقيامته كمان. بس لانه كانوا المسيحيين يقولوا هيك بيوم بيقول هيك. يعني هيدا كلوسوس كمان ولد سنه 140 ميلادي. وبدك بقرا لك شو قال بالضبط. بظن انه بكفي. وبتطلب مني بعد بعطيك عشرات والفات. ليش؟ لانه المسيح صلب
والناس شافته. اما زعم القران ما عليه ولا دليل، خلص لا قتلوه ولا صلبوه وحل انت. طيب ماشي، هيدا نقطه. سالتني عن العهد القديم، سالتني اوكي عن الاجساد الممجد، حكيت كثير انت عن الاجساد الممجده، انه كيف المسيح اكل، وبولس قال انه بيكون الجسد ممجد، ولوكا ما حدا قال اعطيني دليل انه الجسد الممجد ما بياكل. السيد المسيح لما قام بالجسد، قام بالجسد، مات وغلب الموت. ليغلب الموت بده يقوم بالجسد. هلا باي لحظه تمجد جسده، بس طلع باي لحظه انا ما بعرف بالضبط، بس بعرف انه اكل لانه كان جسمه عادي، صار مثلنا يعني، اكل وشرب وكل شيء، وفرجع على من بعد ما مات فرجيتك ببراهين انه فرجة للتلاميذ، فرجة وين انصلب، يعني مكان يعني ما في شك، خلص خلصت. هلا انا هيدي بالنسبه للجسد الممجد، فهو قام واكل فكان جسده يقدر ياكل. هلا مين قال انه الجسد الممجد لا ياكل؟ اعطيني دليل. طيب في موضوع غير، قلت لي احكي عن انه موسى تكلم عن صلب المسيح. موسى هو الرمز، موسى النبي موسى هو رمز للمسيح. اول شيء هو مخلص لاسرائيل، مصر كانت تعتبر هي العالم، والبحر الاحمر اللي هو بيعتبر القيامه. لما مرق الشعب من مصر، من مصر للصحراء اللي هي القيامه، اللي هي الولاده الجديده يعني، ومروره بالبحر الاحمر اللي هو بيعتبر الصلب. فموسى هو مخلص والرب يسوع هو مخلص، اثنيناتهم، السيد المسيح مخلص، وموسى جاء مخلص لاسرائيل، والسيد المسيح جاء مخلص للعالم. ففي تشابه رهيب فيهم، وتنبأ عنه بمجيئه السيد المسيح. هلا انا بدي اعطيك، انت بلشت تحكيني عن مزامير والترجمه، انه تقول لي انه هاي المزامير معناتها هيك وتأولها. اعطيني التأويلات المسيحيه، فرجيني. انا هلا بعطيك الوقت اللي بدك اياه، اعطيني التأويلات المسيحيه انه بتقول هيدي المزامير بتقول تفسيرها انه المسيح ما انصلب. انا اعطيتك، انا قبلت شفت الاسلام قال انه بالقران قال انه بايه واحده بس انه يسوع، انه عيسى لم يصلب، انه في مصلوب غيره. خلص قلت لك يا ما ناقشتك. طيب انا اعطيتك كم ايه من الكتاب المقدس بتحكي عن تنبؤ المسيح انه يسوع بده ينصلب وبده يقوم. اعطيتك انه اثار المسامير في يديه، وكانك ما انه مرقت ولا شيء عليهم، ضليتك ماشي. ورحت امسكت العهد القديم وفسرت خطأ المزامير بلا اي ادله مسيحيه من عندك. تفسيرك الخاص انه هيدا هون مقصود هو المسيح، انه انا بدي منك تعطيني ايه تقول انه لم يصلب المسيح. هيك بدي منك تعطيني ايه انه تقول انه ما كانوا المسامير في يديه بالكتاب المقدس. ما الكتاب المقدس واحد، فانا اعطيتك مش ايه، اعطيتك 4. ليش انا عم بقبلها منك وليش انت مش عم تقبلها مني؟ بس بالعهد القديم في ايات عن الصلب، يعني مش مشكله، في ايات عن الصلب. بدي اعطيك شويه مواضيع. في عندك اول شيء باول شيء بتكوين، نسل المرأة يسحق رأس الحية. بتكوين 3:15 بيقول وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. عم يحكي الإله مع إبليس، وهو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. فإنه بده يجي يسوع وبده يسحق إبليس. هاي أول شيء. طيب تآمر الرؤساء والملوك ضده. رفض حجر الزاوية بمزمور 117:22-23. بغضه، رفض الشعب اليهودي جزء منه لإله. دخول اورشليم، اوكي، دم العهد الجديد. هيدي حتى بسطك. تنبأ ارميا عن العهد الجديد. انا بحكي هلا عهد قديم عشان تنبسط. العهد الجديد الذي سيقطعه الله مع الكنيسه متمثله في التلاميذ الاطهار بعد ان نقضت الامه اليهوديه عهده، فقال ها ايام تاتي يقول الرب واقطع مع بيت اسرائيل مع بيت يهوذا، يعني شو؟ يعني نسل داود، عهدا جديدا ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، حيث
نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم، يعني شو النعمة واكتبها في قلوبهم، وأكون لهم إلها وهم يكون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد لا إله إلى آخره. هيدي بأرميا 31 لآية 31 لل 34. كمان حكي عن خيانة يهوذا، أي وحدة بتحب بلك عن بيعه ب30 من الفضة، نهاية يهوذا، هروب التلاميذ. انتبه، التلاميذ هربوا، بس ما بيقول اعطيني آية من الكتاب المقدس، اعطيني آية بتقول إنه التلاميذ لن يذهبوا معه إلى الصليب. هربوا شيء ولم يذهب. الرومان لم يكونوا يعرفوا كل التلاميذ، ما كانوا يعرفوا الرومان كجنود، لا يهمهم المسيحية وتبشيرها، فما كانوا يعرفوهم. فما بيتناقض انه لما بقول الكتاب المقدس انه كان في تلميذ، في بوضوح كانت مريم العذراء موجوده، كانت الكنيسه موجوده، كان في كنيسه موجوده، الذي بشرهم السيد المسيح لحقوه الى الصليب ورأوه مصلوبا، وهاي الرومان عم تشهد واليهود شهدت. بس الشهود يعني اليهود ما بدهم يشهدوا لانه ما بدهم ينشروا المسيحيه وبدهم يخفوها، فمشان هيك ما كثير سجلوا التاريخ عن القبض عن المسيح. كمان في بالعهد القديم بدك. طيب هذا المزمور اللي هو 22 و12 و13، احاطت بي ثيران كثيره اقوياء بشان اكتنفتني. بس كلن الايات بالمزامير يعني يحتملوا التاويل، يعني انت فيك تاولهم، انا باولهم. عشان هيك انت بدك تعطيني ايه صريحه، بدك ايه تقول بالكتاب المقدس لم يصلب المسيح، بدك تعطيني ايه هيك تقول، بدي ايه صريحه. انا اعطيتك ايات صريحه وانت اعترفت قدام الجمهور كله انه المسيح انصلب بالكتاب المقدس. طيب هلا انا بدي، طيب القران مع زمان ما جاوبتني على من وين بيجيب رسول الاسلام شرعيته تيكتب القران ولا ينقض اللي قبله. فما عنده اي دليل، ما في اي دليل، انت ما اعطيتني ولا دليل عن انه المسيح ساعات القصه حضرتك قررت النقطه دي كذا مره، ودي خارج يعني في نقطتين حضرتك طرحتهم خارج الموضوع. دي واحده، وموضوع انه تحول اسم يسوع لعيسى او عيسى ليسوع ليه، دي خارج الموضوع. يعني النقطتين دول خارج الموضوع، انا كده ما قلتش، لكن دول خارج موضوع بس النقطه الثانيه شو هي اللي قلت خارج الموضوع لو سمحت؟ انه ليه اسم عيسى يسوع تحول لعيسى. انت عارف ليش؟ في يوضحها لهذه النقطه، اسمح لي اوضحها. انت بدك تجاوب انت، ما يجاوب هو، ما بيأثر. انا اجاوبك، انا اجاوبك بس بده يجاوب هو. طيب على راسي. انا بقدر اوضح ليش دوت الموضوع، لانه القران بيقول انه عيسى لم يصلب ولكن المصلوب غير معروف. انا بقول انه المصلوب معروف هو يسوع، فهو بده يقول لي ليش تغير الاسم، ليش تعرض يسوع مش يشوع، يشوع بالعبري، ليش تعرب كيسوع، ليش تعرب كعيسى، ليش تشقلبت الاحرف. فيعني فيها حكي، في لانه الكتاب المقدس بيقول انه الاصل العبري، ما هو يسوع كان يسوع المسيح كان اسمه، الاسم يسوع هو عبري، منه اسم عربي ولا يوناني، هو اسم عبري، فما حدا بيقدر يشيل يغيره. فكيف تشقلب اسم يسوع صار عيسى؟ بس هيدي انه هو ذاته، لانه حياه، يعني اذا انت بتراقب بالاناجيل قصه يسوع واذا بتراقب قصه عيسى بالاسلام، فهن شخصين مختلفين تماما. بس اوكي مش مشكله. والنقطه الثانيه استاذ رضا، شو قلت اللي انا برات الموضوع خرجت عن الموضوع؟ النقطه الثانيه مش عم بسمع. موضوع انه اثبت لي ان رسول الاسلام ليه شرعيه انه يتكلم في الصلب، او نصدق القران ازاي؟ لا لانه هو قال عن الكتاب المقدس في تناقضات، هيدي انا بسحبها. رسول الاسلام مش مشكله، ما تحكي عنه، ماشي انا معك، انا قبلينا صحيحه، يعني شرعيا مضبوطه خارج المناظره، انا اقبلها. تفضل استاذ اسلام، انا معك سمع. خلصت اللي هو يا شيخ ده ولا خلاص؟ تمام خلص وقت. بس عيسى ويسوع بده يجاوب عليها، يجاوب، لانه انا بيهمني الامر كيف تعرب اسم يسوع لعيسى، بيهمني. اولا اقول لحضرتك على حاجه، يسوع هو عيسى هو، انا بس عايز اقول هي اسماء واحده، ده عربي ده يوناني ده ارامي هكذا.
لحظة بس يا أستاذ إسلام، آسف قبل ما تبدأ. أخونا محمود صمد الله يحفظك، الاستبعاد اللي حصل لحضرتك بالغلط، فأنا مش عارف أرجعك دلوقتي، أو أنت لو موجود اكتب إن أنت موجود. أنا مش عارف لسه أنت استبعدت إزاي يعني. حصل غلطة كده في الماوس، خبط على اسمك، فسامحنا معلش. اتفضل يا أستاذ إسلام. طيب يا سيد رضا، عيب قوي عيب قوي لما انت تقول لي انت بتستشهد بطوائف مهرطقه. من ادراك ان هذه الطوائف مهرطقه؟ مين اللي قال؟ سؤال، مين اللي قال ان الطوائف دي مهرطقه؟ اولا الغنوصيه، لو حضرتك قريت كتاب اسمه تأليه الاله بيقول لك ان الغنوصيه هي المسيحيه الحقيقيه. الغنوصيه اتقسمت لكذا فرقه، فرقه من آمن بأن السيد المسيح هو الله، وفرقه ثانيه قالت ان السيد المسيح ليس اله ولم يصلب. الحاجه بقى المضحكه انك بتستشهد بالتاريخ بجماعه وثنيه. تاسيتوس وثني، ليورن وثني، كل اللي انت جبتهم وثنيين. يعني تعيب عليا ان انا بجيب لك ناس كانت اساسا مؤمنه وكانت عايشه في القرن الاول، وبعد كده حضرتك تستشهد بيا بناس او باقوال وثنيه. عيب. انت قلت تقريبا قلت 4 اسماء، قول لهم معلش كده يا سريع. يوسفوس. لا يوسف لا ما قالش يوسف. لوسيان كان اخر واحد، قال لك سنه 104 تقريبا. كلهم من الوثنيه. وانا قاري على حتى في حياه يوسفوس اللي انا كنت منتظرك تقوله، قاري عنه حاجات، لان دي كلها كانت اضافات، والجماعه دول كل اللي موجودين دول كانوا وثنيين. ما عندكش دليل ان الجماعه دول كانوا على الايمان الصحيح. ازاي بقى حضرتك تستشهد عليا ايه بالوثنيه؟ طيب حضرتك بتقول قلت نبوءه انا كاتبها هنا اهي، نسل المراه يسحق راس الحيه. مظبوط كده ولا انا غلطان؟ يعني حضرتك نسل ابليس بالكامل عمل عداوه لنسل المراه بالكامل، يعني المسيحيين حصروا نسل المراه بالكامل الى يسوع. طب هل سحق بالفعل راس الشيطان يا سيد رضا؟ من يتامل في حياه السيد المسيح من خلال المقدس فسيعرف يقينا ان الشيطان هو الذي كان يتحكم فيه، بدليل التجربه على الجبل كان يغدو من مكان الى مكان وكان بيتنقل به، يعني كان تحت طوع ابليس. اين حضرتك اين سحق المسيح راس الحيه؟ ممكن حضرتك تديني موضوع واحد ان المسيح انتصر فيه على الشيطان؟ مش هتلاقي. اولا حضرتك انا عايز اكلمك في موضوع اللي انت قلت في المداخله الاولى، الصليب قوة والصليب عظمة، والصليب عندنا هو قوة الله، وكلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن فهي قوة الله. إيه رأيك في أشعياء؟ أشعياء 45:20 قالك إن اللي بيتعبد بالأصنام الخشبية بيصلي لإله لا يقدر أن يخلص. معلش أنا خرجت عن الموضوع شوية، لأن المفروض المداخلة دي حضرتك أتكلم على تناقضات الصلب كما وعدتك، اللي أنت قلت لي ما عنديش دليل. أولاً تتحدث الأناجيل الأربع وهي المصدر الأساسي لقصة الصلب، والمفروض لو كانت الروايات وحياً من الروح القدس لما اختلفت الأناجيل الأربع في رواية الصلب، ولكن عندما نبحث في الأناجيل نلاقي في الأربع أناجيل اختلفوا في واقعة الصلب، ونلاقي تناقضات كثيرة في قضية الصلب. أول حاجة يا سيد رضا، معلش هتدون بقى معايا لأن دي تدوين كتير جدا. إنجيل مرقس، أنا مش هخلي بالك، أنا أنت حضرتك مش مطالب إنك تجاوب على الأسئلة، أنا بوريه حضرتك الاختلافات اللي موجودة دي، إن أنت مش مطالب إنك تجاوب عليها كمان. يعني المرأة التي سكبت الطيب على جسد السيد المسيح فين؟ وجدنا في إنجيل مرقس 14:3 أن المرأة أفرغت قارورة الطيب في بيت سمعان الأبرص في بيت عنيا، حيث يقول النص فيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص
وهو متكئ جاءت امرأة ومع قارورة طيب نادرين بخالص كثير الثمن فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. ده حضرتك إنجيل مرقس 14:3 هنبين إنه قال نفس الكلام. إنجيل لوقا كان له رأي تاني خالص في الإصحاح السابع العدد 37 وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة إذا عملت إنه متكئ في بيت أحد الفريسيين. خلي بال حضرتك الأول قال لك في بيت سمعان الأبرص في بيت عنيا. الكتاب الثاني أو الإنجيل الثاني إنجيل لوقا البشير قال لك في بيت أحد الفريسيين. جاءت بقارورة طيب وقفت من وراءه عند قدميه باكية وابتدت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسح بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنه بالطيب. حتى المرأة اللي سكبت الطيب يعني مش عارف يعني الكتاب الأولاني أو الإنجيل الأولاني قال لك سكبته على رأسه، والإنجيل الثاني قال لك كانت على قدمه وبعد كده مسحت برأس شعرها. طبعا إنجيل يوحنا قال إن القصة دي حصلت في بيت مرثا ومريم ولعازر. طب الثلاث أناجيل اختلفوا في المكان اللي دهنت فيه السيدة بقارورة الطيب أو السيدة التي كانت تمسح بقارورة الطيب على جسد السيد المسيح، مش عارفين في أنهي بيت. طيب اختلاف تاني في القصة دي، يعني هنقول اختلاف تاني في القصة دي. اختلاف هل حدثت قبل عيد الفصح ب6 أيام؟ يعني قصة المرأة دي حدثت قبل عيد الفصح ب6 أيام ولا بيومين؟ إنجيل يوحنا 12:1 قال لك قبل عيد الفصح ب6 أيام في بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقاموه من الأموات فصنعوا له هناك عشاء وكانت مرثا تخدم أم لعازر فكان أحد المتكئين معه فجاءت المرأة بقارورة الطيب. كده حضرتك عرفنا من إنجيل يوحنا إن القصة دي قبل عيد الفصح ب6 أيام. جاء إنجيل مرقس، وطبعا أنت عارف إن إنجيل مرقس أول الأناجيل كتابة قال لك كان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، يعني كان الكلام ده قبل يومين وكان رؤساء الكهنة يطلبون أن يمسكوه. السؤال الأهم أين قبض على السيد المسيح؟ سيبك من المرأة التي سكبت الطيب وكانت قبل عيد الفصح ولا بعد عيد الفصح، أين قبض على السيد المسيح؟ في أهم اختلاف حتى نلاحظ مكان القبض على السيد المسيح مرقس 14:32 إلى 43. أنا مش هطول في النصوص طبعا، أنا هختصرها لك. وجاءوا إلى ضبعة اسمها جثيماني فقال لتلاميذه اجلسوا هنا حتى أصلي، وأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا. خلي بال حضرتك من اللي خد معاه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يكتب ويدهش وقال نفسي حزينة جدا إلى الموت حتى تم القبض عليه في العدد 46. يعني بنقول إن المكان اللي اتقبض على السيد المسيح هنا في بستان جثيماني، وخد مع مين؟ بطرس ويعقوب ويوحنا. وأتمنى إنك تخلي بالك من المواضيع دي. لوقا 22:39 إلى العدد 47 بيقول وخرج كالعادة إلى جبل الزيتون وتبعه أيضا تلاميذه. موضوع أيضا تلاميذه ما حددش، يعني هنا الإنجيل الأولاني قال لك بطرس وابنه زبدي، بطرس ويعقوب ويوحنا. الإنجيل الثاني لوقا قال لك اتقبض عليه في جبل الزيتون، لا ده معلش مش في بستان جثيماني، لا ده اتقبض عليه في جبل الزيتون وكان التلاميذ كلهم معاه. نصدق انهي قصه يا استاذنا؟ وان اختلاف ايضا غير المكان، مين اللي صعد مع بطرس ويعقوب ويوحنا ولا من التلاميذ الكامل؟ طيب السؤال الثالث او النقطه الثالثه، واتمنى الشغلات تديني 5 دقائق بس زياده معلش. ما هي علامه التلميذ الخائن؟ علامته ايه في الكتاب؟ 5 دقائق كتير، خد دقيقتين ماشي حاضر. مش في مداخله ثانيه يا شيخ رضا؟ ايوه انت باقي لك مداخله لسه. ماشي. ما هي علامه التلميذ الخائن الذي يسلم يسوع؟ انا هبين لك في المداخله الاخيره دي ان الله كان لا يقبل الذبائح البشريه، فكيف الذي لا يقبل الذبائح البشريه هو من يقدم ابنه ذبيحه، بنصوص كتيره جدا يعني. وهنشوف علامه الذبائح اللي كانت تقدم ايه. علامه التلميذ الخائن يا سيد رضا يسوع الذي قال ليسوع لتلاميذه. انا عايز اعرف علامه التلميذ الخائن. متى 26:23 فاجاب وقال الذي يغمز يده في الصحفه هو الذي يسلمني. مرقس قال نفس الكلام عشان نكون في الامانه العلميه، يعني مرقس قال نفس الكلام.
أما يوحنا كان له رأي آخر. يوحنا 13:26 أجاب يسوع: هو ذا الذي أغمز أنا اللقمة وأعطيه. إنجيل متى وإنجيل مرقس قال الذي أنا أغمز وأعطيه. إنجيل يوحنا وهو أكتر الأناجيل لاهوت على السيد المسيح قال الذي أغمز أنا اللقمة وأعطيه. طيب، من الذي حمل الصليب من بداية الصلب إلى الجلجثة؟ هنلاقي متى ومرقس ولوقا قالوا إن سمعان القيرواني الذي حمل الصليب. أما إنجيل يوحنا قال لك خرج وهو حامل صليبه. الكلام ده حضرتك فين؟ في متى 27:31 وفي مرقس 15:21 وفي لوقا آخر الأناجيل. أما يوحنا كان له رأي آخر في 19:17 فخرج وهو حامل صليبه إلى موضع الصلب الذي يقال له موضع الجرجمة ويقال له بالعبرية الجلجثة. طيب، مين الصادق يا أستاذ رضا ومين الكذاب؟ أصدق أنهي قصة فيهم؟ أصدق متى ولا أصدق مرقس ولا أصدق لوقا ولا أصدق يوحنا ولا يا إسلام الفيومي؟ هي كده كده معروفة، المسيح اتصلب ومات عشانك، المفروض تؤمن بأي كلام مكتوب داخل الكتاب المقدس. زي معلش آباء الكنيسة كان بيقول الرب، كل التبشيرات دلوقتي بتقول لك ما تسألش إن المسيح جه ومات عشانك. معلش. طيب، اللصين يا أستاذ رضا قالوا إيه؟ اللصين الذين صلوا مع المسيح. متى 27:38-44 حينئذ لما صلب المسيح صلب معه لصان، واحد على اليمين والآخر على اليسار، وكان المجتازين يجدفون عليه وهم يستهزئون به، ورؤساء وشيوخ الكنيسة والفريسيين وكانوا يستهزئون به ويجدفون عليه، وكذلك اللصان. الاثنين كانوا بيشتموه ويعايرونه. أما إنجيل لوقا 23:39 قال لك وكان واحد من المعلقين كان يجدف قائلا إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب المعلق الآخر وقال أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت الحكم بعينه، أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، أما هذا فلن يفعل شيء. وبعد كده قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. رد المسيح وقال له اليوم تكون معي في الفردوس. مش عارف اليوم تكون معي في الفردوس بدون معمودية برضو دي ازاي؟ ماذا كانت آخر كلمات السيد المسيح على خشبة الصليب يا سيد رضا؟ أنا خلي بالك دي مش أسئلة، أنا بقول لحضرتك أنت مش المفروض تجاوب على ده، أنا عايز حضرتك تحليل منطقي للكلام ده. لوقا 23 كانت بيقول إن آخر يعني هلا أنت أعطيتني يعني كيف بدي أنا ب10 دقائق جاوب عليهم كلهم؟ لا أنا ما بقولكش أعقب عليهم كلهم. أنا بقول لحضرتك يعني ما بيبقوا يعني بيبقوا بالمناظرة بلا جواب بيسوى. طيب يلا كمل. افتح المايك يا شيخ رضا ورد على الاستاذ رضا. حضرتك وهو يجاوب يحلل زي ما بيحب. نحن بالفيسبوك اتفقنا 5 نقاط بس، يعني سمحت له 10. جاوب على 3 بلاش 5 يا استاذ. يا سيد رضا خلي بالك ال 12 اختلاف اعتبرهم واحد بس، اعتبرهم واحد بس. ايه بس ما جنبوك ما الناس عم تسمع. لا ما انا بقول لحضرتك دول اختلافات، انا حتى قبل ما اتكلم على الاختلافات بقول لك انت مش مطالب انك تجاوب عليهم، انت مش مطالب، انت تحليل حتى لو في دقيقتين ده كله، في 5 دقائق تحلل الكلام ده كله. عايز حضرتك اعرف اخر كلمات السيد المسيح على خشبة الصليب. لوقا 23:44-46 كان نحو الساعة 6 وكانت ظلمة الأرض كلها إلى الساعة 9 وأظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه، ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه في يدك أستودع روحي. قال يا أبتاه في يدك أستودع روحي، ولما قال هذا أسلم الروح. يوحنا طبعا كالعادة له رأي تاني في يوحنا 19:30، وسامحني ان انا بقول كده يا سيد رضا لان ده هو كلام كتابك المقدس. يوحنا 19:30 قال فلما اخذ يسوع وقال هذا قد اكمل ونكس راسه واسلم الروح. ما قالش الكلام اللي قاله لوقا. متى 27:46 كان له راي ثالث. ونحو الساعه 9 صرخ يسوع بصوت عظيم ايلي ايلي لما شبقتني، أي طبعا المعروفة أي إلهي إلهي لما تركتني، ثم صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح.
طيب انجيل مرقس كان له راي رابع. في الساعه 9 صرخ يسوع بصوت عظيم وقال: الوي الوي لما شربتني، اي الهي لما تركتني. في اللي فيها وقت يا شيخ رضا؟ خلاص كده باقي يعني الدقيقتين الاضافيين خلصوا كمان كده. تمام ماشي، اتفضل يا استاذ. شكرا ليك. طيب شكرا كثير. راح بلش من الاخر بالشبهات اللي طرحها الاستاذ اسلام. طيب اول القاعده احفظها يا استاذ اسلام، احفظها عشان مرة الجاي ما تكررها. بالكتاب المقدس بالاناجيل الاربعه يكملوا بعضهم، يعني مثل سوره. يلا انت بتطلع، واحد بيطلع بالسوره في واحد بيقول انه باللوحه في عصفور، واحد تاني بيقول في شجره، فهذا منه تناقض. فباللوحه في عصفور وفي شجره. لا نعطيكم الامثله عمليه. اول شيء بالقبض على السيد المسيح، يعني في بطرس بيقول انه التلاميذ كانوا بطرس ويعقوب ويوحنا. لوقا بيقول انه تلاميذه، ما هن بطرس ويعقوب ويوحنا هن تلاميذه، يعني لازم يقول اسمهم. واحد قال اسمهم، واحد ما قال اسمهم. طيب بمتى وبمرقس قال اللي بيغمز ايده، يعني كانوا عم ياكلوا ومين اللي بحط ايده بقلب الصحن وبيغمز بايده، انه بيلقط اللقمه هو اللي بيكون. بس بيوحنا قال اللي حيغمز بايده واعطيه بتمه، يعني تكملت، واحد بيغمز والثاني يغمز وبيعطيه بتمه، يعني هالفرق. طيب مين حمل الصليب؟ بالاناجيل الايزائيه مين اللي حمل الصليب لما كان السيد المسيح ذاهب صوب الصلب؟ مين كان اللي حمله؟ بيقولوا انه حمله الكريواني، بيقولوا انه يوحنا الكريواني هو اللي حمله، بينما يوحنا البشير بيقول انه حمل الصليب. ما هو حمل الصليب، بعدين ساعدوا يوحنا، طلبوا منه للكريواني. يعني هيدي بديهيات، بس انا بجاوب البديهيات، لاني بمناظره ما بيأثر. فهو اكيد حمل الصليب ورجعوا حملوه للكريواني. بالنسبه للصين، في كان لص بالاول معقول يكون جدف، بعدين تكلم معه، فمش ضروري يكون انه من الاول هو بالأول فرآه وعرف انه هو المسيح المخلص. طيب باخر الكلمات قال شو قال؟ يا ابتاه استودع روحي، مثلا بلوقا. بيوحنا قال قد اكمل. بمرقس قال الوهيم. قال كل هالكلمات. انت لازم تكمل اللوحه. ماذا هو التناقض؟ انا حقول لك كيف هو التناقض استاذ اسلام. اطلع انت على تفسير المسلمون لقصه الصلب. مين هو المصلوب؟ اوكي، ابن كثير بيقول انه في 13 تلميذ وكلهم تحولوا. هي قصه تلاميذ تحولوا كلهم انه صاروا هن الشبيه بابن كثير، بينما القرطبي بيقولوا 17. واحد بيقول انه اللي انصلب هو بيقول انه يهوذا الاسخريوطي. الشخص الثاني بيقول انه اللي انصلب هو احد التلاميذ اللي اصغر صغير، وفي اسماء مختلفه. هيدا تناقض، هيدا اسمه تناقض. اما قصه انت فيك تكملها، فانت على طول لما تقرا الاناجيل كمل القصه. طيب احتج علي الاستاذ، هيدي اخر مداخله يا استاذ رضا لإلي. نعم، هيدي اخر مداخله لإلي. نعم. طيب لو عايز واحده ثانيه ماشي. قال لي انه من قال ان الغنوصيه هرطقه؟ السيد اسلام سالني سؤال، قال لي من قال ان الغنوصيه هي هرطقه؟ طيب استاذ اسلام بدي اسالك سؤال. الغنوصيين بيؤمنوا انه المسيح هو الله، انه هو الله وما عنده جسد، ما عنده جسد، والجسد هو شرير. انت بتؤمن بهذا الشيء انه صحيح ولا هيدي هرطقه؟ ارد على حضرتك. بس قل لي هيدي هرطقه بالنسبه لك؟ نعم. قلت لحضرتك في فرقتين من الغنوصية قالوا ان السيد المسيح كان له شكل لامي، كان له جسد لامي، وكان انت تؤمن وكان في طوائف منها كانت بتقول ان المسيح اله بس اقل درجه من الاب. ولكن انت تؤمن يا استاذ اسلام، انت تؤمن ان المسيح هو اله من درجه ثانيه، نعم او لا؟ لا طبعا. طيب انت تؤمن، فاذا هن هم مهرطقين بالنسبه لك. انت تساعد الهك، اسمعني، وتاخذ من مهرطقين بالنسبه لك. يعني بدك كيف هيك مهرطقين؟ بس اسمع، في فرق، بدي اشرح لك. في فرق بين انسان مؤرخ دارس تاريخ، يعني مؤرخ دارس اكاديمي،
ما بيأثر اذا كان هو ليس مسيحيا وليس يهوديا. ما انا عم اقول لك انه الشهاده المسيحيه مجروحه. انا بقدر اخذ لك مليون شخص مسيحي كتب تاريخ المسيحي، بس ما انا عم باخذ الشهاده خارج الكتاب المقدس من اكاديميين، يعني ناس درسوا التاريخ. يا استاذ تجيني انت بتاخذ لي من مهرطقين الشهاده اللي بدافع عن اله الاسلام. طيب يعني هذا التشابه بين اللي كتبوا القرآن والمهرطقين، يعني انت كمان ما بيناسبك. طيب انت قلت لي انه بيستشهدوا وثنيين، ما هدول مؤرخين مؤرخ، انا ما بستشهد فهون نحن عمالين بنشوف من هو المصلوب، اذا صلب المسيح او لا. الناس شافت. هلا مثلا اذا بنسال انا وياك هل صدام حسين اعدم، بيجي انا بقول لك والله اجت القناه السي ان ان او قناه ملحده كلمت وصورت صدام حسين فيلم فيديو، بجيب لك الفيديو بتقول لي لا ما هيدي شهاده وثنيه. لا، ما هيدي شهاده من ناس من خارج الموضوع، فنحن محتاجين لهم. هم مؤرخين. فانت ما عندك شهاده التاريخ يا استاذ، فانت بتروح عند على فرق غنوصيه مهرطقه بدك تاخذ منها تاريخ. فلازم تعرف شو معناه التاريخ وشو معناه كتابه التاريخ وكيف تاخذ الاصول وما هي معايير كتابه التاريخ، وكله لازم تعرفهم. طيب انت سالت طيب شو عمل المسيح؟ هل سحق الشيطان؟ اجل سحق الشيطان. الرب يسوع المسيح له المجد لما مات على الصليب سحق الشيطان لانه قام، فهو غلب الموت. هلا انت بتقبل السيد المسيح بتروح خطاياك والك حياه ابديه والك قيامه. بلا السيد المسيح ما في قيامه للسماء. فهو سحق الشيطان. ابليس وقع على الارض خسر. مشان هيك الشيطان لا يقدر يجابه السيد المسيح، عم بيجابه كلمته، عم بيجابه صليبه اللي هو بيمثل الخلاص. هذه هي وسائل الشيطان. طيب انت قلت لي اذا الصليب هو قوه، فكيف انت يعني فاذا انت وثني؟ انا ما بعبد الصليب، انا بعبد الاله الواحد الخالق. انا ما بعبد الصليب. الصليب هي اداه موت. انا مشان هيك حتى يعني انا لا اعبد الصليب، انا بعبد اله السماء والارض الخالق الذي يحبنا وتجسد من اجلنا. طيب انت سالتني عن التناقضات، جاوبتك. برجع من جديد، انا برجع بطرح لك نفس الاسئله. اين جثه المصلوب؟ في اثنين انصلبوا، في شخصين انصلبوا. انت عم تقول انه ما انصلب عيسى، في مصلوب اخر، يعني المسيح لم يصلب وفي مصلوب اخر. اين هي جثته؟ طيب انا عندي دليل، القبر فارغ. طيب انت المصلوب وينه؟ معطيني الدليل لا نصدق، لا نؤمن انه لا صلبوه. واحد. اثنين، قلت لك اعطيني السرد الاسلامي، من شبه له، كيف حصلت القصه. طيب هيدي انا بالتفاصيل كلياتها التاريخيه اعطيتك اياها، واعطيتك بالكتاب المقدس البراهين انه المسيح انصلب. قبل الصلب اعطيتك انه هو قال انه بده ينصلب، واعطيتك انه على الصليب، وانت حتى قلت لي على الصليب هلا بالقصص اللي اعطيتني اياها انه كان على الصليب ومات على الصليب ولما سلم الروح. واعطيتك بعد الصلب انه قام وتلاميذه دسوا حطوا اصبعهم هون بقلب الجرح ومطرح ما طعنوه. وانت ما اعطيتني اي دليل انه ما اعطيتني ايه من الكتاب المقدس بتقول لم يصلب المسيح. هيك لم يصلب المسيح ما عندك. فانت ما عندك ادله تاريخيه ولا اعطيتني ادله من الكتاب المقدس، صرت انت تفسر على ذوقك. ايه وعشان انا سالت عن قصه اسم عيسى، اوكي، انا بعدين بعد المناظره بنتحدث بهذا الموضوع عشان احتراما للاستاذ رضا. طيب انا بقول انه المسيح، اذا عندي شيء بعد استاذ اسلام انا ما جاوبتك عليه قبل ما اخلص بعد لي دقائق. نبوءات المزامير. لا عم بساله له للسيد اسلام. نبوءات المزامير ليس عنده دليل، ليس عنده دليل مسيحي، هو تأويل، ليس نص صريح، بده التأويل، هو عم بيأول. فهذا التأويل أنا لا أقبله منه، هو ليس حجة علي، هو بده يعطيني دليل قاطع. أنا أعطيته دليل قاطع من الكتاب المقدس، خليه هو يجاوب أستاذ رضا. طيب أنا بسألك، بدك يعني أسألك أستاذ رضا أنت شو هو، والله بسأله له بدكم إياه. طيب أوكي، حضرتك بتسألني؟ أنا بسأل أستاذ إسلام إذا في شيء بعد نقطة هو أنا ما جاوبته عليها. من رأيي أنا ما جبتليش على أي حاجة خالص. طيب أنا بشكر. لا بالعكس، أنت كشخص يعني أنت حضرتك بتتكلم من وجهة نظرك،
ولكن انا بتكلم من وسط من نصوص كتابك. طيب. انت حضرتك بتقول لي استشهد، يعني هات لي مفسرين، وانا قلت لحضرتك من ضمنهم ماشي اتفضل، وانا هنتكلم في وقتي وان شاء الله يعني طيب شكرا لك، شكرا. بس اخر مناظر، اخر شيء ما تعطي شبهات جديده، لانه انا مش حقدر اجاوب بخلصه المناظره، يعني انت بدك بس تحكي بالمواضيع اللي قبل. طيب ماشي، المناظره كانت جيده جدا، انا كثير انبسطت انه بالمناظره. بس انا بعد المداخله بتاعتي سيد الاسلام لم يعطي اي دليل تاريخي على انه المسيح لم يصلب، لم يعطيني اي نص صريح من الكتاب المقدس يقول انهم لم يصلب السيد المسيح. انا ابقى كما بدات ان الذي لم يصلب هو عيسى، والمسلمون يبحثون من هو المصلوب، والذي صلب هو يسوع ولكنه قام له المجد. وانا اشكركم على المناظره طب استنى المداخله، وانا ليه مداخله الوقت ليه مداخله. شكرا ليك سعاده القس. حضرتك لسه باقي لك كده 3 دقائق كده. بعد لي 3 دقائق. طيب. وانا لسه ليا مداخله ما تمشيش. طيب بعد 3 دقائق عندي. طيب عندي بعد 3 دقائق. يلا بدي اسالك سؤال يا استاذ سلام. احكي لي قصه الصلب بالاسلام، تفضل. كيف صارت؟ كيف جرت بالتفاصيل؟ كيف صارت؟ يعني باي منطقه، متى، ومن هو الذي شبه لهم، وباي لحظه شبه لهم؟ اذا فيك تعطيني مع يعني كل الكلام ده انا هقوله في المداخله، لان هو كلام كتير هاخد منك وقت. بلش بالدقائق تبعيتي. طب انا خلص بوقت، انا هرد عليك صحيح، انا لازم ارد عليك، وخلي بالك انا هلغي المداخله بتاعتي دي وهرد على كل كلمه حضرتك قلتها. طيب يلا امين، انا بسلمك، اتفضل. طيب. شكرا ليك سعاده القس على المناظره الجميله، وعلى الاخلاق الرائعه، وعلى الهدوء، ويعني بشكرك، وتحيه طيبه لمعاليك. اتفضل يا استاذ اسلام، مداخلتك الاخيره، معاك 10 دقائق ان شاء الله. يعني يا ريت، اتمنى ان هي كانت تبقى كتيره، بس طبعا يعني اولا تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل المتابعين وتحياتي للاستاذ رضا. استاذ رضا، من هو الشبيه؟ انت عايز من هو الشبيه؟ انا هسالك 3 اسئله، ولو جاوبت عليهم هقول لك من هو الشبيه، وخلي بالك هقول لك من هو الشبيه وهجيب لك اسم الشبيه ومن الكتاب المقدس، وليس سمعان القيرواني بل هو يهوذا الاسخريوطي. بس انا هتكلم الاول، هسالك 3 اسئله فعليك بالاجابه، يعني بال3 اسئله. اولا في متى 27:52 قصه اقامه القديسين، بيقول وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. السؤال: كم عدد القديسين الذين خرجوا من القبور؟ ممكن تجيب لي اسم قديس منهم؟ وظهروا لمن؟ ما بعرف ولا واحد، قديش عددهم. ممتاز. طيب ثواني بس، وظهروا لمن؟ هات لي اسم حد ظهروا له. وهل عاشوا في المدينة المقدسة؟ الكتاب المقدس لم يخبرنا بشيء. لماذا يا سيد رضا؟ يقول متى هنري في تفسير الكامل للكتاب المقدس صفحة 288: لمن ظهروا؟ هل ظهروا للأعداء أم للأصدقاء؟ وبأي طريقة ظهروا؟ وما الذي قالوه أو فعلوه أو عملوه؟ يقول كل الأمور كانت سرية ولا تخصنا على أي شيء من الأشكال، ولا يتعين علينا أن نتجه لذلك الطريق من أجل تثبيت إيماننا. ممكن تقول لي يا سيد رضا، ما أقول لك اسم الشبيه لو جبت لي سفر راعوث 4:1: فصعد بوعز إلى الباب وجلس هناك إذا بالوادي الذي يتكلم عنه بوعز عابر، فقال له ميل واجلس هنا يا فلان الفلاني. من هذا الفلان الفلاني؟ ما تعرفش. طب ايه بس شو خاصه بالصلب هاي الموضوع؟ ما انا هقول لحضرتك، ما هو اسم الشبيه، انت عايز اسم شبيه، انا عايز منك ال3 اسماء دول. ايه بس انت تنقض قصه، بدك انت تعطي قصه مكانها. لا هذه القصه فيها ناس. انا بوريك بس منطق الكتاب. معلش انا هقول لحضرتك اللي في انجيل متى 26:18: اذهبوا الى المدينه الى فلان.
إلى فلان وقولوا المعلم يقول أن وقتي قريب. طب أنا هخش بقى معاك يا شيخ يا أستاذ رضا، لماذا لم يذكر الله في القرآن الكريم اسم الشبيه؟ لماذا لم يذكر القرآن اسم الشبيه؟ أنا لو قلت لك يهوذا الإسخريوطي، قلت لك أي اسم هتفرق معاك؟ أولا أنا أريد القصة كاملة ليس بس كل القصة. ما فيش مشكلة. لو قلت لك مثلا يهوذا الإسخريوطي، لو قلت لك سمعان القيرواني، هتفرق معاك؟ اعرف أولا أسلوب الكتاب المقدس الذي أمامك. أولا القرآن ليس كتاب تاريخ يعني بحث، هو كتاب حياة يعطيك ما تنتفع منه. من أسلوب القرآن أيضا يعلم لا فائدة من ذكر اسمه، ولو تم ذكر اسمه بقى في القرآن الكريم لأسرعتم وحذفتم اسمه من داخل الكتاب المقدس. فاهم يا سيد رضا؟ وأنا بطالب حضرتك كونك شخصية محترمة والواحد بيتمنى أنه يتكلم معاك، أنا بقول لك هل الكتاب المقدس تعرض لأيدي التحريف؟ أتمنى في آخر مداخلتي تقول أقبل أو لو أقبل. هل الكتاب المقدس يعني أنا بقول لك تقبل أو لا، دي حاجة بس إيه بعد المداخلة. طيب أولا يا سيد رضا، أنت عندك يهوذا الإسخريوطي يعني صديق أم شرير؟ صديق أم شرير؟ يهوذا يعني إنسان خاطئ، لا شرير ولا قديس، يعني هو أكيد ضاع. متأكد إن إنسان خاطئ؟ طب وسيد المسيح؟ لا ليس خاطئ، قدوس. السيد المسيح صديق ونبي ومن أنبياء أولي العزم وقدوس. طب إيه رأي حضرتك والكتاب المقدس بيأيد كلامك ده وبيقول أن المصلوب هو سمعان القيرواني بدليل الأمثال 21:18 الشرير فدية للصديق. الشرير لا ما تقطعنيش بقى نظرة بعد كده. اوكي لا عم تحكي معي فكرته حوار. لا ما بحكيش بقى. الشرير فدية الصديق. أنا حضرتك خليتك قلت إن سمعان القيرواني هو شرير وأن السيد المسيح صديق، وأنا أعلم أن السيد المسيح صديق ونبي من أنبياء أولي العزم. إيه رأيك يا سيد رضا في أمثال 11:8 آسف؟ الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه. ماشي يا سيد رضا؟ إيه رأيك في سفر الجامعة 10:8 من يحفر هوة يقع فيها ومن ينقر جدارا تلدغه حية، لذلك وقع الشبيه في الحفرة التي دبرها للسيد المسيح. المزمور 9 العدد 15-16 هو الرب قضاه أمضى الشرير يعلق بعمل يديه، لذلك يجب على الشرير أن يعلق بسبب المؤامرة التي اشترك فيها يهوذا الإسخريوطي للسيد المسيح. فحضرتك ما تعطي شبهات جديده اخر. لا مش شبهات والله، لا انا مش، انا ليا مداخله مداخلتك، انا برد على حضرتك. قلت لي اسم الشبيه ايه؟ انا بجيبه لك من داخل كتابك المقدس اسم الشبيه. انا والله العظيم انا بقول لحضرتك انت ما يعني ايه، انا واحده انا اقول لحضرتك على حاجه. دلوقتي في 5 نصوص قدامي بيقول ان الشرير فدية للصديق. لماذا لم يكون ان الله ارسل الشبه على يهوذا الإسخريوطي كونه ان هو عمل الحفرة للسيد المسيح؟ حاجة تانية بقى نفسي اسألها لحضرتك سؤال، بس ده برضو ايه يعني من داخل المناظرة. السيد المسيح كانت تعليمه في العلن. سيد المسيح كل الناس رأت معجزاته، الذي أقام ابن أرملة نايين، الذي أقام ابن أرملة يايروس، الذي أحيا العازر، الذي شفى المغلوب، الذي شفى الأعمى، الذي شفى الروح النجس، الذي كان يخرج. السيد المسيح كان شخصية معلومة لدى اليهود ولدى الرومان. هل تعقل أو تتخيل يا سيد رضا
إن اليهود والرومان كانوا ينتظروا إشارة من يهوذا الإسخريوطي لما قال لهم الذي أقبله هو فامسكوه؟ بأنهي عقل يحصل هذا الكلام؟ سيد المسيح يا سيد رضا كان شخصية معلومة، مش واليهود كانوا عارفينه بدليل ان هم رفعوا حجاره ويرجموه كان يختفي من امامهم. سيد المسيح اللي هو كان بيعلم الناس في الهيكل، سيد المسيح كان شخصيه معلومه، الذي اطعم 5000 نفس برغيفين او 5 ترغيفه وسمكتين، كان شخصيه معلومه. هل اليهود والرومان ينتظروا اشاره من يهوذا الاسخريوطي الذي يقبله هو فامسكوه؟ طبعا احنا بنصدق كلام المسيح وانت بتصدق كلام السيد المسيح. سيد المسيح لما الكتبة والفريسيين سألوه يا معلم نريد منك آية، قال لهم جيل شرير فاسق ويطلب آية ولا تعطى لمين؟ ليهم، للكتبة والفريسيين، إلا آية يونان. كما جلس يونان في باطن الحوت 3 أيام و3 ليال سيجلس ابن الإنسان في باطن القبر 3 أيام و3 ليال. طب أنا حضرتك بعد قيامة السيد المسيح المزعومة ما ظهرش لحد من الكتبة ليه؟ مع ان المسيح هو اللي قال ان الايه دي هتكون للكتبه والفريسيين مش لمريم المجدليه وللاثنى عشر وبعد كده لل 500 تلميذ يا سيدي. تمام؟ في وقت ليه يا شيخ رضا؟ فاضل دقيقتين. دقيقتين. اولا منظور الكتاب المقدس، هات لي دليل واحد او هات لي دليل ان الذبائح البشريه رمز للذبيحه الحيوانيه. انتوا بتقولوا ان السيد المسيح هو رمز للفداء ودلوقتي مفيش ذبيحه حيوانيه لان المسيح ابتدانا. تقدر تجيب لي نص صريح من الكتاب المقدس بيقول ان الذبيحه البشريه رمز للذبيحه الحيوانيه؟ وهل الله كان يقبل بالعكس تقصد الذبيحه الحيوانيه رمز للذبيحه البشريه؟ نعم يا شيخ رضا. هل زي ما الشيخ رضا قال كده هل الذبيحه الحيوانيه رمز للذبيحه البشريه؟ ولو عندك دليل حضرتك ممكن تقوله. وجدنا في سفر التثنيه، وجدنا في سفر العدد، وجدنا في سفر الملوك الاول، وجدنا في سفر الاخبار الايام الثاني. ندي بس قبل ما تخلص ندي القس رضا فرصه يجاوب على سؤالك ده لانه ما عندوش مداخله. ما انا عارف. هل الله كان يقبل الذبائح البشريه؟ وجدناها لا يقبل الذبائح البشريه. فبالله عليك يا استاذ رضا كيف الذي لا يقبل الذبائح البشريه ويعتبرها رجز من عمل الشيطان هو الذي يقدم ابنه ذبيحه؟ وشكرا. وانا بحييك يا استاذ رضا، وطبعا بحيي الشيخ رضا وكل المتابعين وجزاكم الله خير. مشكور يا حسام على المناظره الجميله، وشكرا برضو على اخلاقك العاليه وعلى طرحك الراقي، ومناظره من الطرفين يعني فيها دماثه اخلاق واحترام كل طرف للاخر، وده الشيء المطلوب دايما في المناظرات. طب حضرة القس ممكن تجاوبوا على السؤال اللي سأله موضوع الذبايح؟ افتح المايك. افتح المايك وهذا اوكي دغري مباشرة بجاوب اياه ما بيأثر. بيوحنا 1:29 اول شيء لما اجى السيد المسيح يعني هو مش انه ذبيحة بشرية، يعني هو اجى وطاع، فهو بطاعته صار في خلاص. فمش انه يعني اللي صار هو انه تحاملوا عليه وصار هو جرب. طيب شو بده يعمل لما بده يمرق بمحاكمات غير عادله؟ شو بده يساوي؟ هل هو بده يحب عدوه؟ هل اللي من لطمه بخده الايمن يقدم له الايسر؟ فهو نجح، ما عمل شيء، خروف قرب حياته ومات. ف مش معناتها انه الاله لانه بيطلب تضحيات بشريه. بس انا بقرا الايه اللي حضرته عم يطلبها، هي بيوحنا 1:29-34. 1:29-34 يوحنا 1. نعم هقراها اذا بدك. اتفضل. طيب بدك تكبرها كمان؟ ها يلا احطها بكصوره يعني اخذت شويه وقت هيك، عفوا. براحتك احنا طيب على راسي. هون قال وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا اليه فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم.
فهون ربط يوحنا المعمدان اللي هو كان يوحنا اللي هو يحيى، كان معروف بالعهد القديم انه انه هو نبي معروف باسرائيل، حجه على كل شعب اسرائيل اللي كانوا وقتها باورشليم. فهو قال انه اشار الى المسيح كحمل الله، فربط العهد القديم بالذبائح بالعهد الجديد. هذا جواب له. هو القس بيقول لك يا استاذ اسلام انه وكأن يوحنا المعمدان بيقول لنا ضمنيا، يعني هي ما فيهاش تصريح لكن هو ضمنيا بيقول لك انه كده ربط الذبايح لما قال هذا حمل الله الذي سيحمل خطيئته. يعني ايه حمل الله؟ انا عايز اعرف يعني ايه حمل الله؟ يعني ايه حمل الله؟ حمل الله يعني طيب حمل الله. بص يا شيخ رضا، يا استاذ رضا، لما يوحنا او سيدنا يحيى بيقول هوذا حمل الله، نحن نعلم ان المسيح هو النبي القادم الى بني اسرائيل. ليه؟ لان جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله. سيد المسيح يعني هو اللي قال جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله، وان سيد المسيح بيقول وما ارسلت الا لخراف بيت اسرائيل الضاله. وكلمه العالم المقصوده هنا انا مستعد اعمل معاك فيها حوار طويل، ان العالم المقصود بها الشعب اليهودي. كلا انت اذا بتفتح هيدي الايه اللي حضرتك قلتها بتشوف القرينه. انت قلت انه هو قال انه جاء فقط لشعب اسرائيل الضال. هو ما كان من السياق تفهم بشكل مختلف. ليش؟ لانه قال في قصه انا هذه جاء حكيتها بغير مطرح. اول شغله، كيف بتعرف انت انه سيد المسيح اجى لكل العالم؟ ببعض اقواله كمان بمتى 28 قال انه اذهبوا وتلمذوا كل الامم. واحد. اثنين، راح لعند السامريين، حكي مع المراه السامره اللي هي غير، يعني هي اليهود المختلطين. فاذا السيد المسيح، وكمان بالايه اللي بعثت لك اياها وهكذا احب الله العالم فارسل. فسيد المسيح هو اجى لكل العالم، فهو مخلص لكل العالم مش بس لليهود. هذا الكلام مش دقيق. فبهيدا النص اللي حضرتك قلته كانت في مرة غير يهودية عم تطلب منه انه يشفي ابنها بنتها، لانه كانت معها المرأة الكنعانية. المرأة الكنعانية لم تكن يهودية، وشفى ابن بنتها ولا لا؟ بعد ما ذلها واهانها، ولا لا ياخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. بعد كده الست قالت الكلاب والكلاب تاكل من الفتات الساقط من المائده. بعد كده قال عظيم ايمانك يا امراه، ايمانك قد شفاك. بعد ما اذلها واهانها. هذا تفسيرك، اذلها تفسيرك. ولكن اسمعني، معلش، لا انا بس سؤال لما هو قال هاي الجمله، قال انه انا ليا سؤال. لا بس عشان النقطه اللي انت قلت انه هو جاء فقط لشعب اسرائيل، فجاءت مرأة غير كنعانية ليست اسرائيلية او ليست يهودية. على سؤالك سؤال مباشر، قل لي ايه او لا، شفى بنتها نعم او لا؟ بعد ايه؟ دخي شو بدك بعد ايه؟ هلا نعم او لا؟ هلا بدك نناقش التفاصيل، ما اقرت اقول لحضرتك ان اليهود كانوا بيعتبروا ان اي اممي من الكلاب، والمرأة أقرت إن هي كلبة، عشان كده قال لها عظيم إيمانك. هذا كان مثل شائع في إسرائيل، هذا مثل شائع. هو لم يقل لها أنت كلبة، فهو لم يوجه لها في الخطاب في المثل. لما توجه بها في الكلام قال لها عظيما إيمانك أيتها المرأة، ليكن ما تريدين، عظيما إيمانك. فإذا هو شرفها لما كان هي المخاطب. لما كان عم يحكي بالصفة العام كان عم يحكي مثل شائع، فبدك تفرق انت بين المثل الشائع. فالنهاية شفى بنتها وهي ليست يهودية عندما قال هذا القول. فاذا هون بوضوح سيد المسيح ما فينا ناخذ النص ونشيله من السياق. لما بتضعه بالسياق بتشوف انه امبلا شفى بنتها. طيب اذا عندك موضوع ثاني. طيب انا لا، حضرتك يا سيد رضا انت بتقول ان السيد المسيح جاء للعالم اجمع، بدليل قال اذهبوا وتلمذوا وعمدوا كل الامم باسم الاب والابن والروح القدس. اولا حضرتك السيد المسيح قال
قال الى طريق الامم، قال لتلاميذه الى طريق الامم لا تمضوا والى مدن السامرين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضال. طب انا همشي معاك على قول خاتمه متى تقريبا 28:19 اللي هي اذهبوا وتلمذوا وعمدوا جميع الامم باسم الاب والابن والروح القدس. سيد المسيح قبلها قال ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. ومن وصايا السيد المسيح قال لهم اذهبوا وعمدوا جميع الامم باسم الاب والابن والروح القدس. هل احد من التلاميذ عمد بهذه الصيغه يا سيد رضا، ولا وجدنا ان المعموديه تمت في سفر اعمال الرسل باسم المسيح فقط وليس بهذه الصيغه باسم الاب والابن والروح القدس؟ طيب المهم انه عمد. هلا هذا موضوع يعني هذا موضوع. هو اذهبوا وتلمذوا وعمدوا كل الامم. هون في العماد بالنار، في العماد بالنار، وفي عماد التوبه. يعني بدك تعرف العماد بالروح القدس، وفي العماد للندم اللي هو مثل. انا ممكن اقول لك 10 ثواني كلمتين. طيب خلينا نحكي بالموضوع. انا بدي اسالك سؤال. انا عايز 10 ثواني وبعد كده اتكلم براحتك. انا ادعوك لشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وانا ادعوك من بعد هذه المناظره وانت رايت ان القران ليس عنده ادله بادعائه ان تقبل ان المسيح مات من اجلك وخلاصك، لاجل خلاصك. امين. والمسيح يحبك لانك حافظ الانجيل، فانت عزيز لانه اعطاك هاي النعمه ان عندك ذكاء بالحفظ، فانت حافظ الانجيل كله. يعني انا بعترف انك حافظ اكثر مني. لا 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 لا، ده انا انت بس انت حضرتك بس لا لا لا، انت اللي متواضع، انت الانسان ماني حافظ الانجيل قدك. لا لا انا بالعكس اعترف انت فيه. حافظ. طب ايه نجيب 2 ليمون بقى ولا ايه الحكايه؟ جيب ليمون. طيب اخواننا الكرام، الرابط اللي انا بنزله ده رابط القناه الاحتياطيه، اتمنى الله يبارك فيكم تشتركوا فيها. والان هنزل رابط الاستريم الاستاذ فري كوبت مسيحي عنده سؤال، والمسلمين برضو اللي عنده اسئله للاستاذ اسلام او سعاده القس يتفضلوا يشرفونا. شرفونا ويصعدوا معانا ان شاء الله اللي عنده اسئله قبل ما نقفل ونشطب يعني. ما وصلتش يعني يا استاذ فري كوبتك، كنت عمال تقول فين الرابط فين الرابط فين الرابط فين الرابط. طب نزلنا الرابط. نزلنا الرابط. بحاول اجي انتظر. انا منتظر اهو، انا منتظر يا فندم. لو مش عايز يفتح معاك انسخ الرابط نسخ وحطه في المتصفح. لو انت داخل من ايفون ما تدخلش من الجوجل، ادخل من المتصفح بتاع الايفون اسمه ايه اللي هو سفاري. لو من ايفون ادخل من سفاري. حياك الله يا دكتور هيثم، وحيا الله الاخوه جميعا. طبعا المنظمه كانت شغاله مش عارفين نسلم عليكم فسامحونا يعني. نظرتها الصلب الشماس بتعمل ايه يا استاذ؟ انت بتنسخ ايه؟ ادخل على الرابط اهو يا استاذ. تنسخ الرابط ده مش تنسخ رابط المناظره. ادخل على الرابط اللي انا منزله في التعليقات دلوقتي ده اهو، ده
لسه نازل اهو، لسه نازل اهو، اهو اهو اهو. جزاكم الله خيرا اخي احمد عبد الكريم على الاشتراك. يلا صفر ايه؟ ها؟ يا مسهل الحال يا رب. دخلت فين؟ تعالى تكون دخلت حمام السيدات هنا، اطلع تعالى، دخلت فين انت؟ مش موجود. طيب يا اخوانا جزاكم الله خير، عشان ما نضيعش وقتكم ووقتنا، الله المستعان. بشكر الشماس السابق الاستاذ اسلام الفيومي، وبشكر سعاده لا جه. طب افتح بقى المايك يا استاذ فري كوبتك، افتح المايك. انت وصلت كده؟ ايوه افتح عندك المايك. دي فويس نوت كونكتد عندك، ما اقدرش اطلعك لما تفتح لي المايك لو سمحت. ها؟ طلع اسمك على الشاشه عشان الناس تشوف اهو. حضراتكم بصوا يا اخوانا، اسمه تحت اهو اهو، ديفايس نوت كونكتد. يلا يا استاذ فري افتح المايك، ما تضيعش وقتنا، الله يهديك. ها؟ اتفضل. طب ادخل معانا اخونا القادم اجمل باذن الله، ادخل تابع الرابط ده وتعالى اسال سؤالك. استاذ فري كوبت، يا استاذ فري كوبت، نداء الاخير افتح المايك لو سمحت عشان نعرف نطلعك. لا اله الا الله. يلا تستطيع ان تنهي اذا بدك، وانا كمان عندي شغل ناطريني. الله يبارككم. طيب شكرا ليك يا سعاده القس، وشكرا ليك اخي الكريم استاذ اسلام الفيومي على هذه المناظره الخلوقه المحترمه. شكر الله لكم و تقبل مني ومنك صالح الأعمال، وشكر الله للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه. وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذن أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت